تحية طيبة للجمهور الكريم في هذا البث المباشر في واحدة من قمم الدوري الاحترافي لكرة القدم مباشرة من المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. سنعيش المباراة القفل، المباراة التاريخية، ربما أصعب 90 دقيقة في تاريخ كرة القدم المغربية بين الكبيرين. الرجاء الذي يبحث عن الفوز أمام الأنصار ليحافظ على كامل حظوظه للفوز بالدرع الوطني في آخر دورة من هنا أسبوع، والحمامة البيضاء وتطارد على الأقل التعادل. إذا ما انتزع التعادل من الدار البيضاء ستحلق عاليا وستفتح بوابة الموندياليتو. قرابة 65 ألف متفرج إلا ما أقول أكثر من أنصار فريقين، من بينهم تقريبا 12 13 ألف متفرج في المنعرج الجنوبي المدرجات المغطاة هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. بالتأكيد سنشاهد مباراة استثنائية على المستوى الجماهيري، على مستوى الأداء، حرب ربما تكتيكية ما بين المجرب فوزي البنزرتي المثقل بالألقاب وعزيز العامري. أمامكم أنصار الحمامة البيضاء جاوا بالآلاف من تطوان في رحلات متعددة، وشيء جميل جدا قبل بدء هذه المباراة هي الروح الرياضية الكبيرة وتبادل الشعارات بكل المودة وبكل الحب على أداء ينم عن ذوق رياضي رفيع بين أنصار الرجاء وأنصار الحمامة البيضاء. فبذلك ما شاهدناه في تطوان في لقاء الذهاب لما استقبل أنصار الرجاء بالتمر والحليب، اليوم أرجع الرجاويون وفوا بالوعد وكانوا في مستوى الحدث. فيمكن أن نقول جماهيريا قبل بداية هذه المقابلة جماهيريا المقابلة مربوحة، الاعتبار أعطت صورة حضارية للجمهور المغربي الذي يتوق لرؤية كرة قدم من مستوى راقي. تنظيم يمكن نقول سلطات أمنية رتبت كل شيء لتمر هذه المقابلة، كل المعابر المؤدية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حتى الجمهور الذي جاء من تطوان جاء مؤطرا من طرف الأنصار ومرفوق كذلك بعشرات من أفراد الأمن الوطني وكذلك الدرك الملكي الذي يؤمن تنقل الجمهور التطواني عبر كل الممرات المؤدية للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. إذا العيون الأعناق مشرئبة والقصمات الوجوه ستحكي الأشياء عديدة في هذه المقابلة. الكل يمني النفس، الرجاء من حق أن تفوز باللقب والحمامة البيضاء من حق أن تفوز باللقب. ويمكن نقول مشاركة الرجاء التاريخية والأسطورية في كأس العالم فتحت شهية كل الأندية المغربية خصوصا المجتهدة ومن ضمنها المغرب التطواني. لا أحد يذكر بأن المغرب التطواني أصبح رقما مهما وصعبا في معاداة كرة القدم المغربية ولم يفز اعتباطيا باللقب منذ سنتين. اليوم الحمامة البيضاء كل المنطقة الشمالية للمملكة تحلم باللقب. جاء الجمهور من تطوان، من الفنادق، من مضيق، من القصر الصغير، من القصر الكبير، من العرائش، كل المنطقة الشمالية للمملكة حاضرة لتؤسس الفضاء. وحسنا فعل مسؤول فريق الرجاء لما خصصوا تقريبا المنعرج هنا كان يتواجد أنصار الوداد. اليوم لكل مقابلة حيثيتها جمهور يعني شبيه جدا بأنصار فريق أتلتيكو مدريد، والكل يعلم أن فريق المغرب التطواني عنده توأمة مع فريق أتلتيك اللي خلق الحدث بالأمس وانتزع اللقب ديال الليغا من فريق برشلونة. سنعول هذه المقابلة لتعيد كبرياء كرة القدم المغربية، والرجاء عادت من بعيد دوبت الفريق وبالتأكيد سنشاهد أشياء ستنبعث في المدرجات. سنشاهد تيفو أسطوري للرجاء، سنشاهد تيفو أسطوري للرجاء تقريبا 3-4 الملعب. ستنبعث أشياء جميلة يعني بعد ساعات مسترسلة وأيام عديدة. صورة كوليغرافية سنعاينها في المدرجات تحكي أشياء عديدة وترصد أشياء عديدة وتحلم بأشياء عديدة. على أي البنزرتي الداهية المثقل بالألقاب ينازل عزيز العامري المدرب الذي يخلق زوبعة كلامية في خرجات الإعلامية. فبالتالي هو بالتالي يعني بأنه يحمل فوق كتفه فريق بمرجعية تاريخية، إنما فريق عاد بعد سبات عميق وغياب طويل تقريبا منذ صعوده من سنة 2005-6. عاد فريق المغرب التطواني لمكانته الطبيعية وأضحى اليوم واحد من الفرق الكبيرة ورقم مهم في معاداة كرة القدم المغربية. صعود الفريق لأرضية الملعب، صعود الفريق لأرضية الملعب. سنعاين ماذا سيحدث في المدرجات. ستنبعث أشياء عديدة، تيفوات مثيرة نظمها غريبوز الفصيل الصبيان الخضر للرجاء بعدما كان فريق الايجلز هو الذي تولى رفع التيفو في مقابله الدفاع الحسن الجديدي. دخول الفريق لأرضية الملعب، انبعاث تيفو عملاق في كل ربع الملعب. صورة مثيرة، صورة حضارية، صورة رائعة. هل لكم من مزيد؟ هذه لوحة كوليغرافية رسمها مبدع الغريمبوز
الجرين بويز رفعوا اشياء عديده في هذه المقابله. رقم 3 في المنعرج ايمن يعني البحث عن 3 نقاط. هناك رقم 18 في المدرج ديال فريميجا يعني 6 انتصارات متتاليه. هناك حرفان البي جي بلاك جاك لعبه بلاك جاك و21 اي الوصول 7 انتصارات متتاليه. والتيفو في المنعرج الايسر يعني الجوكر جوكر فريق الرجاء هو الجمهور الذي يحمل رقم 12. هذه اللوحه التاريخيه، هذه اللوحه المثيره، يا لروعه المشهد ودهشه اللحظه بهذا الملعب الاسطوري وبهذا الجمهور الخرافي من الدار البيضاء وتطوان الذي يضع الحدث يصنع الحدث. تيفوات رائعه تنبعث في المدرجات تؤدي الفضاء يعني تثير دهشه الملايين من المشاهدين. فهذه اللوحه الكوليغرافيه المثيره هذا الابهار الذي يصنعه الجمهور المغربي سواء الرجاوي او التطواني في هذا الملعب الاسطوري الذي سبق له ان عانق كبار اللاعبين وعانق الفريق الوطني في هذا الملعب. مره الاسطوره بيلي ومره بلاتيني ومره كريف ومره بيكنباور وعديد من اساطير كره القدم. اذا هل لكم دلونا على ملعب عربي وافريقي يصنع الحدث كما يصنع في هذا الملعب الاسطوري المركب الرياضي محمد خالد الدار البيضاء. العالم الكامله لانصار الفريقين، العالم الكامله لانصار الفريقين. وكازابلانكا الدار البيضاء من الادر السلطان من كل معاقل فريق الرجاء. الجمهور الرجاوي يصنع الحدث. قلت الرجاء حدث من بعيد ذوبت فارق ديال 13 نقطه وهنا ترصد 3 نقاط امام خصم شريف وروح رياضه كبيره من انصار المغرب التطواني. ربما ذهلوا لروعه المشهد، ذهلوا لروعه المشهد. انها لوحه لن تتكرر الا نادرا. هذه جماهير الدار البيضاء وانصار الرجاء في تموجات وفي حركات تثير دهشه كل الناظرين. ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون يتابع هذه المقابله، مقابله القفل، مقابله السنه، مقابله اثبات الذات. فمن سيفوز بالغنيمه وتتواصل المهرجانات في المدرجات. جمهور خرافي، جمهور مثير يبعث الدهشه، يبعث الاعجاز ويبعث على اشياء عديده. اذا هذه هي الصوره الموضحه التي تسبق هذه المقابله. وبالتالي يعني ايام عديده تطلبها تجهيز هذا التيفو. والميساج الكبير امامي فرنسي يقول فيزي لو بون تيراج فوزافي لا كارت دو باراج لا كانيوت او فيراج. باختزال يقول جمهور الرجاء من خلال هذا الميساج نراهن على المقابله السد والورقه الرابحه. المقابله توجد في المنعرج الشمالي حينما رفع الجمهور رقم 3 يعني البحث عن 3 نقاط في هذه المقابله. اذا كما قلت 65,000 متفرج سيعلن هذه المقابله. وشكرا للزملاء التقنيين بمجهودات كبيره لايصال كل كبيره وصغيره تخص هذه المقابله. وعرج هذا البنزرتي هادئ كما هيته 64 سنه القاب بالجمله مع الترجي مع النادي الافريقي ابن مدينه المونستير وسبق ان درب المنتخب التونسي والليبي. ينازل اليوم المدرب عزيز العمري طوفان هادر بالاحمر والابيض انصار المغرب التطواني والاخضر والابيض. صوره اكثر من رائعه تعبر عن ان الجمهور المغربي حضاري ورائع يؤسس الفضاء. هذا الجمهور بهذه الاجواء سيكون كاس افريقيا للامم وكاس العالم القادمه محطتان رياضيتان بارزتان ستشهدهما المملكه في غضون الشهور القليله القادمه. اذا نمشي بسرعه ونعطي تشكيله الفريقين. الرجاء تدخل للمقابله بالتشكيله التاليه. قبل ذلك نواصل هذا المهرجان هذا الفيستيفال في المدرجات والطوفان البشري الهادر. اجواء قليله ونادره في الملاعب العربيه والافريقيه. زرت اكثر بالجمله على المستوى العربي الافريقي. لم يسبق لي قط ان شاهدت هذا المهرجان وهذا الفيستيفال وهذه الصوره التي مهما حاولت ان اعبر فاني لن افيها حقها. على اي عزيز العمري يعرف انه ينازل فريق من عيار ثقيل. نمشي بسرعه نعطي تشكيله فريق الرجاء. الرجاء تقدمت المقابله بالتشكيله التاليه: خالد العسكري 61، بالمعلم 27، والحاج 16، الكاروشي 21، الهاشمي 3. انطلقت المقابله. خط الوسط كوكو 28، مابيدي 24، الراقي 99. هناك في الخط الامامي المتولي 5، الصالحي 25 ورقم 11 بورسو. بخصوص دكات بدلاء الرجاء نجيب ابراهيم الزهري 37، كوليبالي المالي 31، السليماني 17، امين انجاري 8، كوشان 29، الحافظي 18، ياسور 20. مدرب فريق فوزي البرصتي. المغرب التطواني تدخل المقابله بالتشكيله التاليه: هناك يوسف بحراسه 12، انس امراب 14، خلاطي 6، ابرهون العميد 4، الملحاوي 2، خط الوسط الميموني 8، جحو 20، خضرو 26، عبد المولى الهردومي 9، زيد كاروش 10 وزهير نعيم رقم 17. المغرب التطواني كاحتياطي نجيب. هناك الان الزاويه الاولى للرجاء مشي احتياطي ديال المغرب التطواني. هناك بابا على 22، حاسم 88، بلاس 16، نبي الدولي 9، يوسف بوش 7، سليمان ولد 87، حسن الدين السنهاجي يحمل رقم 11. مدرب فريق عزيز العمري. الزاويه الاولى للرجاء هذا عادل كاروشي مع التمرير
انما تدخل تطواني يقود هذه المقابله الحكم الدولي رضوان شيد يساعد عبد الله مسيس واحمد الرقداشي. الحكم 3 حكام من عصبه السوس. الحكم الرابع هذه الدوره. طرقت المقابله سيناريوهات عديده قد تحدث، انما المؤكد وان فريق الرجاء يبحث عن الفوز. كره فريق الرجاء لم تبارح يعقد الحارس التطواني. هذا الحارس الشاب دوسفي واحد من المعاون عليهم انتزع رسميته بشكل دقيق. قلت احتمالات عديده وسيناريوهات عديده تسبق هذه المقابله. تطوان تبحث عن التعادل يعرس ويحلق في الحمامه البيضاء حاليا، انما الرجاء تبحث عن الفوز. واليوم يمكن نقول لك لا بلاك تورنوس الورقه الرابحه ديال اللي يمكن يران عليها المدرب فوزي البنزرتي يمكن انتهاش انصار الرجاء، انما القرار النهائي يعود للمدرب فوزي البنزرتي. اجلس يشور واحد من هداف الفريق وادخل حمزه بورسوق العائد منذ بضعه اسابيع بعد ايقاف بورسوق الذي انتفض كما يعلم الجميع قبل بدايه المقابله الجديده، ودخل في شنعان مع مدرب البنزرتي. المكتب المدير الرجاء اجل كل شيء ربما لكي لا يعكر صفو هذه المسيره الموفقه للانصار فريق الرجاء. المقابله مفتوحه على صفيح ساخن والطوفان الهادر من الانصار في هذه المقابله التي تخلق الحدث. والحاج الحارس خالد العسكري اقرب لاعبين بالمعلم صاحب الهدف المثير في مقابله الجديده. كرت عند الهاشمي واحد من الاطيره جيد مشى مابيدي محاوله مباشره للحارس مابيدي الذي غاب على مقابله الدفاع الحسني الجديد بحكم انه تلقى الورقه الحمراء الطرف 20 بمنافس جديد امام فريق الرجاء. فيما فوزي البنزرتي المعروف عليه الانطوائيه والعزله، انما يناقش امور في ارضيه الملعب. ما عندوش خرجات كثيره على المستوى الهلامي، انما يثبت امكاناته في رقعه الملعب. كره لصالحي لاعب بامكانات كبيره بامكانه ان يكون افضل. كره لعادل الكاروشي. المقابله ستكون تكتيكيه وستحسم بجزئيات صغيره. من جديد نعرف ان قوه فريق المغرب التطواني خلق الضغط العالي. صالحي كونترا صحيح يخرج كره عند الراقي جميله مشى عند هاشمي، انما هو صعد مابيدي محاصر. هناك محاوله مرور امكانات كبيره تبادل كروي عملت 1-2 يخرجوا كره من البقطيه انتهوا الكروي مع البدايه محاوله تمرير جاب انما التسدد. فكره جيده لبورسوق يعني قيل الكثير عن مدى صلاحيه او تاهيل لاعب مابيدي، انما لا اعتقد ان مسؤول الرجاء هذه الحموله التاريخيه وبهذه التجربه يغامروا بلاعب غير مؤهل، انما الصواب ان مابيدي يعني من لمعرفه هذا الحب الجاري الذي يربط مابيدي بالرجاء ترك منتخب بلاده افريقيا الوسطى في اللقاء التمهيدي لكاس افريقيا الامم امام غينيا بيساو واصر للبقاء مع اسطوره الرجاء. هنا الرجاء منحته النجوميه منحته الاستقرار، والان يبادلها بهذا الحب وبهذا الوفاء. ومابيدي بالمناسبه ابرز هداف داخل الفريق الى جانب محسن ياشور. اعلام بالمئات ان لم اقل بالالاف تؤكد الفضاء سواء للمغرب التطواني او لفريق الرجاء. الكره التطوانيه تمشي للخط الوسط، تبادل كروي خطر في صانع الالعاب، تمشي لمامر ايمن زهير نعيم محاوله اختراق محاوله تسديد عنده حلول كثيره محاوله مرور، انما انس امرابط ضائع. يعني المقابله تنطلق بايقاع اقول متوسط اعتبار التخوف والجاتي في نفسيه اللاعبين. لا احد يريد المبالغه. المتولي كره في طريق المابيدي محاصر من طرف الدفاع هذا النادي الخلاطي محاوله المرور، انما النادي الخلاطي وصل الحارس الامكانات مهمه. ارتقاء هذه الكاروشي كره في طريق زهير النعيم تمشي لخط الوسط عند جاحو قريب من زيد كاروش كيلعبوا على المضادات. فريق ما تيدخلش الدفاع تمشي لعند زهير النعيم هداف الدوري الوطني محاوله المرور تمشي عند زيد كاروش يمرر، انما جدار بشري رجاوي المحسن المتولي يمر كره شميله تمشي محاوله لمابيدي، انما تغطيه جيده للخلاطي. تبادل كروي باللمسه الوحيده تمريره هذا بالمعلم سماسره او عيون تقنيين كثر تتواجد هنا مركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء، من ضمنهم بعض مبعوثي فريق باليرمو الذين يتابعون بعض اللاعبين من طرف فريق الرجاء خصوصا المدافع بالمعلم. يعني الكثير من اللاعبين يبحثون عن النجوميه وتغيير الافاق، انما الان الرجاء بحاجه لكل اللاعبين. كره في طريق الرجاء تمشي عند كورسو يمر عند صالحي وحول مرور بحث عن مهاره
فرديه اكثر مما بحث عن التمرير او تسديد مباشره. منتزعات صحيح تمشي لعند فريق الرجاء تضغط كره في قلب المعلم. هذا كوكو الايفواري يمر عن محسن المتولي بالاكستيريور جميله انما بعيده مباشره. يقرا الحسابات جيدا الحارس بطبيعه الحال ربما تشوق نتيجه واحده فقط هي اللي يمكن تحسم اللقب اليوم، هي الاتحاد الفريق المغرب التطواني هنا المركب الرياضي محمد خالد الضربه. عدا ذلك كل شيء سيؤجل حتى الدوره 30. المغرب التطواني سيستضيف الفريق البرتغالي النهضه البركانيه، وفريق الرجاء سيعرج على ملعب المسيري الاسفي في لقاء حارق امام القرش المسلوي. كره رجاويه يقول حكم المقابله تماس لبعد فريق الرجاء، يعني المقابله تحبس الانفاس، مقابله يمكن نقول فيها كل الاحتمالات وارده، مقابله ستحسم بجزئيه صغيره، انما القراءه الكبيره هي للمدربه هي الفريق. الراقي يمر كره عرضيه تمشي عند كونترول جميل، تمشي عند المتولي ما سيفعل محاول المرور، المتولي يمر جدار بشري واول تهديد في المقابله. ربما لمست الكره رجع احد المدافعين، هذا عادل كاروشي، هذا اول اعصار رجاء في المقابله. يتلعب بسرعه ما بيدي قريب المتولي بدا يمر عند الكاروشي، بدا زكريا الهاشمي ما سيفعل محاول المرور، غرق على الزاويه وتجي الزاويه الثانيه ضغط طفيف للرجاء في هذه البدايه، وتطوان تراقب المقابله، تنوم المقابله وتلعب على هجمات مباغته. كره رجاويه تمشي عند عادل الكاروشي، يمرر راسيه اظنه الحاج اول تهديد حقيقي في المقابله، ونذكر بان الرجاء حسب المصادر ما وصل من اخبار ركز كثير بنظرتي على الكره الثابته، يمكن تكون واحده من المفاتيح ديال اللعب كما جاء الهدف في مقابله امام بنشيخه من كره ثابته نفذها عادل الكاروشي وارتمى بالراس المدافع بالمعلم، وقال بالمعلم وصرح بانه قد يعيد ما صنعه امام جديده في هذه المقابله. على اي كل شيء وارد في كره القدم. كره تطوانيه تمشي عند اللاعب منتزعه بشكل صحيح من جديد. هذا كوكو رئه الرجاء في الوسط الى جانب الراقي، لاعبان يجيدان استرجاع الكره. هذا بورزو يريد ان يعود للواجهه، هذه فرصته ربما لعب على الجانب السيكولوجي المدرب فوزي البنزرتي لما ابقى يشور واحد من الهدافين وادخل بورزو. هذه اختيارات تكتيكيه ربما في الجانب النفسي اكثر من التكتيك. على اي السر واللغز والمفتاح هو عند البنزرتي ومع اقرب المساعدين وليس شخص اخر. كره رجاويه من جديد عند كاروشي، بهذا الراقي يرتقي باسلوب الرجاء، يمر للوسط تمشي بعيده على المتولي. كره للمغرب التطواني، هذا جاحوح حتى قبل هذه المقابله كثرت الاشاعات الموسم القادم سيستقطب هاد اللاعب وذاك من الرجاء المغرب التطواني، والعكس صحيح. الصواب حتى الان وان الكل يركز على هذه المقابله، الموسم لم ينتهي بعد. كره للرجاء عادل الكاروشي، واحد من اللاعبين المميزين في الدوري الوطني ان شاء الله مايسترو. هذا المتولي ما تبعد بحول المرور، الحكم كان قريب 3 ديال الامتار ما نقولش اكثر، قريب، وتدخله على درجه عاليه من الصواب، على اعتبار اعتبره افضل حكم في الدوري المغربي ومن افضل الحكام على المستوى العربي والافريقي. قيل الكثير الرجاء رفضت رشيد بوالحواجب، ربما لم يرى تعيين بوالحواجب، انما اللجنه المركزيه للتحكيم جست نبض الرجاء وعرجت على هذا الحكم الذي اعتبره واحد من افضل الحكام على المستوى العربي والافريقي. 35 سنه الحكم، ابن لويس عوام، ابن الحكم سابق جيد دولي منذ يحمل شاره دوليه منذ سنه 2009. المقابله متواصله، ترقب وقسمات جوج لاعبين تحكي الكل على درجه عاليه من التركيز، لا احد يريد المغامره، انما الاقرب للمرمى الان ولو نسبيا هو فريق الرجاء. كره لأولحاج تمشي عند كوكو الكل يعلم انه يحمل الجنسيه المغربيه، حلمه الكبير انه يحمل القميص ديال الفريق الوطني. هذا طموح مشروع، قال بانه يحس بانه داخل بلده ما ينطبق على كوكو ينطبق على مابيدي كما قلت. ترك
منتخب بلاده فرق الوسطى امام غينيا فيصاو واصر للبقاء مع الرجاء. هذا الحب الجارف، الحب الاخضر والابيض يجري في القلوب، هذا ما وقع لمابيدي. ضربه خطا للرجاء الراقي محسن متولي، مراقبه يعني بجوج الجداران للمغرب التطواني في هذه المقابله ولا يريد مجازفه، يلعب باقتصاد انما لما ينتزع التطواني الكره يرفعون من الايقاع وبذلك يعني يحاولون الوصول للمرمى. انما هذه ضربه خطا على الرجاء، هذا الراقي يسدد جيدا، الراقي سدد من مسافه بعيده انما خارج اطار مرمى الحارس. يعني يمكن هدف الرجاء الاكثر اندفاع على اعتبار انه يبحث عن الفوز. لما المغرب التطواني يلعب بهدوء يناقش دقائق المقابله لامتصاص حماس اللاعبين. ذلك يعني الصوره في المدرجات تحكي اشياء عديده. نتمنى الحماس المدرجات يدب الاقدام اللاعبين ويرفعوا مسيره المقابله. ارتقاء لزكريا الهاشمي لمابيدي الكونترول لبورسو غادي يمر عند صالحي يجيد الاختراق، صالحي ما زايد، صالحي محاول المرور تاخر كثير وصعب عليه الماموريا، كان في وضعيته سهله انما لما اراد الاحتفاظ اكثر بالكره شدد على الخناق. ارتقاء بالمعلم مباشره للمرمى. المغرب التطواني يعني كما قلت في 9 ديال السنوات صحح اشياء عديده، غاب لسنوات في القسم ديال الظل لما صعد في 2005 يعني رفع من الوتيره ودربه بعد ذلك في موسم 2006 المدرب عبد الهادي السكيتيوي اللي صنع مع الفريق نتائج رائعه واحتل الرتبه الثانيه وكانت عنده مشاركه على مستوى البطوله العربيه الكاس العربيه. بعد ذلك جاء من بعده محمد فاخر ومدربه كوتر يعني رسموا خارطه الطريق لفريق المغرب التطواني، والان يصل الدور لعزيز العامري اللي يمكن نقول بانه مدرب محظوظ لانه كيتشوف داخل فريق مهيكل، فريق يهيئ كل الظروف المريحه للمدرب للاعبين، وبذلك انا لا ارمي الكلام على عوائنيه. المغرب التطواني الان واحد من 4 حتى 5 الفرق المهيكل بشكل رائع في الدوري المغربي كرة القدم. فبذلك العامري فاز ما قبل السنه الماضيه باول لقب في تاريخ الحمامه البيضاء لكره القدم. هذا هو الموسم الرابع لهذا المدرب مع الفريق الذي يلعب كره جميله، كره ممتعه. نذكر بان الفريق سجل في 2011 41 هدف، في 2012 41 هدف، وهذا الموسم سجل 34 هدف، يعني تقريبا نمشيو الرقم 120 هدف في 3 سنوات، رقم ماشي سهل. هذا يعطي الانطباع بان اسلوب عزيز العامري اسلوب هجومي يلعب على الفرجه على المتعه واعطاء الدفء اللازم للجمهور. ما بيدي مرر كره تمشي مباشره للخط الوسط، هذا قدروا كره سريعه لفريق المغرب التطواني، محاوله الرجاء يلعب دفاع متقدم ما تتركوش مساحه لعب، لانه البنزرتي كما قلت وقال ذلك شاهد عشرات الاشرطه لفريق المغرب التطواني غادي يلعب بضغط عالي باش ما يتركش الفرصه للاعبين التطواني، لان التطوان تجيد احتكار الكره، يعني بهذه العباره اللاعبين كيصبروا كثير باش يجدوا حلول. هو الشيء اللي حصل للمغرب التطواني في اكثر من مقابله. خضروا في مره مشى عند زهير ناعم، محاوله ديو من زاويه مستحيله، انما هذا الهردومي عبد المولى الهردومي من زاويه صعبه، يعني الشيء اللي خصو يتعمل هو العمل الان، انما الحارس يقيد في المكان المناسب. ما بيدي محاصر ب4 لاعبين، كره في طريقها الراقي تمشي عند ياسين صالحي محاوله المرور، وكره في طريقها اليمين، محاوله تمرير بورزوق الصالحي مقابل الايقاع يمكن نقول متوسط، وفيها بعض التمريرات الخاطئه خصوصا طرف لاعبي فريق الرجاء، لان الضغط كبير على لاعبي فريق الرجاء، عليهم ضغط كبير في هذه المقابله، يعني ما عندهمش خيار الا تحقيق الفوز. هذا زهير نعيم كثير من الناس ما يعرفوش بان زهير نعيم تدرج في الفئه الصغرى فريق الرجاء، هو القادم من اليوسفيه، ومن بعد ذلك الان هو في جلب بني ملات، اليوم هو هداف الدوري الوطني لكره القدم وبارقام مهمه. زهير نعيم عنده 11 هدف، فيما زمن كون ايفواري من قدير الرتبه الثانيه ب9 ديال الاهداف، يجور من الرجاء البحري، من الفتح ما بيدي من الرجاء المدينه النغمي من جيش مالكي، وكواكو باتريك من الحسنيه، كل واحد من هؤلاء 5 في جعبته 8 ديال الاهداف. كره تطوانيه، ضربه خطا في دائره الوسط، والفوزي عزيز العامري عكس فوزي البنزرتي واقف منذ بدايه المقابله، ربما الضغط عليه اكثر من البنزرتي مجرب. البنزرتي انصار المغرب التطواني بالالاف في المنصه المغطاه الجنوبيه المركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء. قلت البنزرتي هادئ لا يبالغ دكه البدلاء ولا
تحدث الا نادرا. يمكن الشيء اللي كيخص يرتبطوا على امتداد الاسبوع ولا غيمد اللاعبين يمكن بين الشوطين. انما المؤكد الان هو ان عزيز العامري واقف ربما على اعصابه، يعرف انه يواجه فريق من طيرة فريق الرجاء في نزال فيه كل الاحتمالات وارده. كره رجاويه، الحكم يقول اعاده الكره للمغرب التطواني. ننزل ايقاع المقابله نسبيا نصل الدقه 15-0 لميتي زكريا الهاشمي. واحد من المنادى عليه من دخول معسكر الفريق الوطني بالبرتغال. بدو الزكي بطبيعه الحال وجه الدعوه 30 لاعب من ضمن بعض اللاعبين في الدوري الوطني لكره القدم، ضمنهم ابرهون العميد فريق المغرب التطواني، نضيف خالد عسكري، هناك محمد بولحاج، زكريا الهاشمي، بن ربح من الوداد. انما كثير من انصار فريق الرجاء ربما استغربوا لغياب نجمهم يعني المتولي. هذه اختيارات ديال المدرب الوطني. انما انصار الرجاء كان عندي لقاء كثير مع العديد من انصار فريق الرجاء ربما تفاجئوا لغياب المتولي. انما انا اقول هذه اختيارات تخص المدرب الوطني بدو الزكي، فبذلك لا اظن انه عيون الزكي ستغفل اي لاعب مجتهد واي لاعب سيعطي الاضافه. من اول المبعدين تعرفت حسب الصحافه الوطنيه عادل تعرف نجم فريق الميلو اسي الذي لم يرد على مكالمات المدرب الوطني بدو الزكي، بذلك خرج الزكي من الصحفي وقال تعرفت اخذ نفسه بنفسه. فبذلك انا مع وقال بانه وقت التسيب والفوضى فريق وطني قد ولا. انا مع الزكي بهذه النقطه. انا الذي جور فريق وطني سنوات كثير خصوصا السنوات الاخيره تمت بالرغم من اللوجيستيك والامكانات الماديه المثيره ترصد الفريق الوطني جاءت نتائج مخيبه بفعل الفوضى التي كانت تعم يعني دواليب ديال الفريق الوطني. الان الزكي عاد بالصرامه المعوده. ما لا يمكن ان نتمن هذا النهج الصارم الذي سيخط به وسيرسم به خارطه طريق الفريق الوطني. الكره المغربيه المقبله على كاس القاريه هنا في بلادنا، فالفرصه مواتيه لاعاده بناء الفريق الوطني واعاده منظومه كره القدم الوطنيه. كره تطوانيه، تكتيك صارم في هذه المقابله، تكتيك صارم في هذه المقابله. يمكن تغيب الفرجه انما الكل يبحث عن يعني الوصول لمرمى الحارسين، حارسين مهمين وان كان فريق السن بينهما تقريبا 10 ديال السنوات. خالد العسكري المخضرم في صوب فريق الرجاء، والحارس الشاب الواحد اليوسفي واحد من الحراس الذين سيكون لهم شأن كبير. من حسن حظه انه مؤثر من طرف بوغرين الحارس السابق لفريق الرجاء، والشادلي يرمي بكل ثقله داخل صوب فريق الرجاء يؤثر للحارس خالد العسكري. الشادلي بطبيعه الحال الى جانب عبد الصادق سيرافقان المدرب الوطني الاكثر تتويج الدوري الوطني. فرصه 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 على زهير نعيم كاد ان يفعلها. زهير نعيم ان سل كالشعره من الهجين. هذا هو هداف الدوري الوطني 11. ما كاينش تسلل، ما كاين بناء هجومي على درجه عاليه، 3 مثلث مضاف منقص يعني اللي كيتخص في لغه كره القدم هو اللي طبقوا نعيم. لما مشى مع الحارس اول تهديد حقيقي دوزيام بوطو يعني الزاويه الثانيه. لما خطير جدا فريق المغرب التطواني في الهجومات المضاده. قلت يقدر ينوي المقابله ويستفق على هدف مباغته في اي لحظه. المقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات. كره لصالحي، صالحي تباطأ نسبيا. كيف السبيل؟ اقفلت كل الممرات، اقفلت كل الممرات، ووحدها المهارات الفرديه او الكره الثابته هي يمكن تكون الحل. كره رجاويه مباشره عند الحارس، مباشره عند الحارس. ويمكن انا نعتقد ان الفرق يمكن يسجل، يمكن يحسم المقابله، لان المقابله ستحسم بجزئيات ضئيله، ستحسم بجزئيات ضئيله. ونذكر لنا فريق الرجاء، نذكر فريق الرجاء يعني فاز 15 مقابله وتعادل في 10 وخسر 3 ديال المقابلات. عنده ثاني اقوى خط هجوم، بل عفوا فاز 15 مقابله وتعادل في 7 مقابلات وانهزم في 6 ديال المقابلات. الرجاء عنده 35 هدف، اقوى خط هجوم. فرصه اللي كان بعيده. 35 هدف للرجاوي المقابل 14، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. المغرب التطواني فاز 15 مقابله نفس الرقم ديال فريق الرجاء، تعادل في 10 مقابلات وخسر 3 ديال الهزائم. الفريق الاقل تعرض للهزائم سجل التطواني 34 هدف ودخلت مرمى ديال 19 اصابه. يعني هذه ارقام فقط لتقريب المشاهد الكريم، تقارب كبير في الارقام تتحدث. بذلك نترقب يعني نهايه مثيره للدوري الوطني لكره القدم. كره رجاويه، هذا مباشره للحارس،
يعني فرص نادي يمكن نقول فرصه لكل فريق. ابرز فرصه للرجاء كان وراء اللاعب والحاج، ومنذ حين كاد ان يباغت زهير نعيم مرمى الحارس خالد العسكري بكره مركزه، انما جانبت العمود الايسر لمرمى الحارس الرجاوي خالد العسكري. يعني بطبيعه الحال اشياء عديده. الرجاء لا احد راهن بعد الانتشاء بكاس العالم والوصول التاريخي امام الفريق البافاري الكبير بايرن. الرجاء وهذا شيء عادي جدا. مروا اللاعبين بعد الجهد الخارق اللي بداوا 5 ديال المقابلات، انهارت امكاناتهم البدنيه والفريق تراجع كعطاء، انما امام الضغط الجماهيري وامام يعني حتى الحوافز الماليه اللي خلقها يعني ارصدها المكتب المسير للاعبين، استرجعوا قواهم وعادوا في النتيجه. والدليل فريق انتزع 19 نقطة من أصل 21 في 7 ديال اللقاءات. يعني هذا شيء مهم جدا. بل أكثر من ذلك اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي يعني الذي سبق أن سجل هدفين للفريق، يعني ولاعب إمكانات مهمة يعني تطارده الإصابة. إنما الآن عيادة الرجاء فارغة، العيادة الطبية على اعتبار المجهودات الكبيرة اللي بذلها مصطفى البهليوي طبيب الفريق واللاعب السابق في مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي. الآن عيادة الرجاء معافاة ولا تعرف اي اصابه، حتى كبير الوادي سيعود قريبا. احد اللاعبين المصاب ربما يوقف حكم المقابله. نذكر بانه الرجاء فاز بميدانيه في 10 ديال المقابلات وتعادل في 4 ديال اللقاءات. يعني ورسمي الان كيف ما كانت النتيجه اليوم وفي المقابله الاخيره الرجاء سيشارك في عصبه الابطال الافريقيه لكره القدم. البنزرتي ما قدموش كثير، تاريخه يتحدث عن 64 سنه، ابن مدينه المونستير، واحده من المدن الصغيره القريبه من مدينه جميله سوسه. بدا التدريب في 77 78، لاعب سابق لفريق المونستير، ومن بعد ذلك بدا في اول فريق هو فريق سيدي بوزيد وصعد معه القسم الاول. بعد ذلك توالت مسيره الرجل مع الترجي التونسي، امامكم النجم الساحلي مكارم مهديه، مشى الامارات العربيه المتحده، درب المنتخب التونسي في بطوله افريقيا الامم 2010 بانغولا، ودرب المنتخب الليبي لمده 2 سنين. يعني الانديه كثيره تطلب ود الرجاء، انما اليوم هو داخل الرجاء وداخل اسره الرجاء، وقال بانه يحلم بتحقيق القابين اخرى مع فريق الرجاء. كره تطوانيه تمشي بخط الوسط، محاوله المرور كانت عند نصير ميموني، تبادل هذا خضروف لاعب صف اتحاد المحمديه. المساحه الضيقه شيء الذي يبعد الفرجه، انما الرجاء حتى الان يمكن نقول لم تدخل في المقابله. الرجاويون حتى الان لم يدخلوا في المقابله، وهذا شيء طبيعي على اعتبار انه الضغط عالي وعالي جدا جاتم على نفسيه اللاعبين والانصار وكل مكونات الفريق. كره رجاويه تمشي عند تبادل كروي، هذا زيد كاروش قصير قامنا، عنده امكانات مهمه، كيلعبوا باسلوب سلس. هذا الملحاوي مدافع ولكن هداف، لاعب سابق للمولوديه الوجديه، مشى عند العميد ابرغون من جديد، ارتقاء لبن المعلم. الحكم يقول ضربه خطا، اما الحكم يقول ضربه خطا. إذا ضربة خطأ، يقول حكم المقابلة ضربة خطأ لفائدة الفريق المغربي. طبعا كثير من يعني يتابع هذه المقابلة رئيس الجامعة الأمريكية المغربية، يتابع هذه المقابلة الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. جيل جديد من المسيرين الشباب، نتمنى يضخوا دماء جديده في شرايين كره القدم المغربيه بعد خيبات امال متواصله. على ان فوزي القجع مرتبط كره القدم منذ تقريبا 20 سنه مع فريق النهضه البركانيه، واحد من الاطر التي ستعطي الاضافه لكره القدم المغربيه. رهانات كثيره تنتظر يعني اوراق كبرى تنتظر كره القدم المغربيه، وقال تعهد فوزي القجع بانه سيضخ امكانات مهمه ماليه للفرق، لانه صراحه بدون المال وبدون امكانات ماليه مهمه ما يمكنش قطره كره القدم تحرك. الكره للرجاء تمشي عند كوكو محاوله المرور، تمشي عند بورزو كوكو مابيدي يتوصل، كوكو من جديد اللاعب المحوري في خط الوسط من جديد. الحكم يقدر الخطا ضد مابيدي، وربما ياخذ انذار على اي قريب له الحكم
قريب له الحكم. ونذكر بانه امر النزول للقسم الثاني كيهم سته ديال الفرق. النادي القنيطري في الرتبه 11 ب 31 نقطه. من بعد ذلك اولمبيك اسا في جميع السهله، المغرب الفاسي، اولمبيك قريب له، الوداد الرياضي الفاسي، كل الفرق يهم امر النزول للقسم الثاني. الوداد فاز بالامس، فازت على حسنة اكادير بجوج لصفر. كره للرجاء، نزل ايقاع المقابله، كره في طريقه والحاج يعني لهنا دفاع متقدم، ديفونس افونسي، ما يخليش الرجاء تلعب بالاريحيه وبشكل اللي بغات. نفس الشيء كيقوم به فريق الرجاء لما تكون كره تطوانيه. هنا الحرب التكتيكيه، يمكن نقول الحرب التكتيكيه ما بين الفريقين، والدليل حتى البنزرتي وقع تقريبا بنفس التموضع اللي عند المدرب عز العامري. كره للرجاء، ارتقاء، تمشي عند كوكو ينزل كورته بشكل صحيح، تمشي مجيد عند المتولي الان يمكن نقول كيلعب جناح مزور، لما حتى الان مازال ما دخلش في المقابله، والحكم نذكر بان ثلاثي الحكم هذه المقابله رضوان جيد، والمساعد الاول عبد الله نسيس، والمساعد الثاني احمد الرغداشي، ثلاثتهم من عصبه السوس. الحكم الرابع عادل زورا. هادئ الحكم، والبنزرتي قرار الحكم اثار حافظه البنزرتي وكل مكونات دكه بنك احتياط فريق الرجاء. انما هادئ حكم المقابله لا ينفعل. هنا قوه حكم وفرق ما بين حكم وحكم، ياخذ قرار هو على درجه عاليه من الهدوء باش ما يثيرش حافظه اللاعبين، لانه عارف ان الضغط عالي جدا على اللاعبين. خالد العسكري تالق داخل اسره الرجاء. من كان يتوقع بان خالد العسكري بعد كل الرجات التي مر منها واللحظات العصيبه التي مر منها سيصل لهذا المستوى. احتضنته الرجاء بكل الدفء وصنعت منه حارسا كبيرا، وكما قلت من حسن حظه يؤثر حارس متمرس، حارس يمكن الاكثر تتويج تاريخ كره القدم المغربيه، مصطفى الشادي و17 لقب، اكتسح كل الالقاب الممكنه كحارس. اليوم يعطي ولو جزء قليل الشادي للرجاء لما اخذ من الرجاء على امتداد تقريبا 20 سنه. كره تطوانيه تمشي لخط الوسط، خضروف لجحوح جميله بالاكستيريور، تمشي لعند محاولة المرور، انما تدخل يقظ محاولة الابعاد، انما كان محاصر ثلاثة لاعبين. ضغط عالي وعالي جدا فيما يطلب البنزرتي من اللاعبين عدم تعقيد الماموريه واللاعب باسلوب سلس باللمسه الواحده وتغيير اماكن على مستوى التمركز. زهير ناعمي مرر تمشي عند خضروف يغير كليا، بل تمشي عند صالحي الكونترو غير صحيح، ضائعه، كره ضائعه مسترجع طرف مابيدي كيلعب اسلوب سلس، ما تعقدش لاعب هاك وهات بحث عن فجوه، عن ثغره او الوصول للمرمى. مابيدي من جديد يمر لصالحي، صالحي يغير كليا، كره من جديد، والحكم يقول لم سدد ضد اللاعب حمزه بورصو. المغرب التطواني فاز في 7 ديال اللقاءات الاخيره، حقق 14 نقطه من اصل 21، يعني ضيع 7 ديال النقاط. هذا هو اللي جعل الرجاء تمتص المراحل وتمتص النقاط وتزحف ببطء، ولكن مع تولي الدورات بسرعه نهائيه اصبح الفريق الان 3 ديال النقاط، يعني فاز في 6 ديال المقابلات من اصل 14 مقابله خارج مدينه التطوان. نذكر انه الفريق غاب، هو الذي عمر تقريبا اكثر من 7 ديال العقود، سنوات 80% من هذا المده الزمنيه قضاها في اقصى الظل. انما الفريق منذ تقريبا واحد 9 ديال السنوات اصبح رقم مهم في معادله كره القدم المغربيه. كره رجاويه عامه 1-2، بورزوق ماشي في الفورمه، هذا شيء طبيعي لانه تقريبا يمكن نقول الان يعني يمكن نقول سنه لاعب لما يغيب مده طويله، اما كغياب كلي او كالاحتفاظ به في دكه البدلاء، فهذا يعني ما عندوش لقاءات كثيره في الرجلين بلغه كره القدم، ما عندوش كره ماتشات كثار في رجليه. هذا هو اللي جعل بورزوق يعني يكون في واحد الوضع عليه يحسدوا عليه. انما الانصار كره القدم وعشاق كره القدم يعرفون ذلك، يلزموا بعض الوقت ليعود كما عهدناه دائما كلاعب من امكانياته مهمه. مابيدي مرر تمشي عند محسن المتولي جميله، محاوله مرور، فرصه حارس ممتاز كما قلت. اليوسفي 21 سنه، الحارس الممتاز هو اللي خرج التايمين، خرج التوقيت، ما تركش والو شعره ديال كفجوه. هنا الفرق ما بين حارس وحارس. زاويه ثالثه للرجاء، هذا المتولي زاويه ثالثه، يمرر راسيه
يمكن يجي الحل من كره ثابته، يمكن هنا كابينه حتى الان يعني ابرز فرصه للرجاء اللي جات كره ثابته من زاويه والراسيه ديال الحال هنا الزاويه الرابعه. يعني تطوان تناقش المقابله، هذه تعليمات ديال العامريه، هذا شيء واضح، تيلعبوا بهدوء ما مدافعينش كثير، انما لما تتاح لهم فرصه يمكن يوصلوا لاقصى سرعه ممكنه. كل السيناريوهات ممكنه، كل السيناريوهات ممكنه في هذه المقابله، انما الاصابه اللاعب التطواني لا تبعث على القلق، سيتلقى الاسعافات الضروريه من طرف الطاقم الطبي لفريق المغرب التطواني. كره زاويه رابعه للرجاء، هذا محسن المتولي، رجل للرجاء امام اليوسفي، المتولي راسيه، كيف يمكن ان تصل الكره امام الجدار الاحمر للمغرب التطواني. المتولي من جديد، متولي من جديد، هل يمر هل يمرر، ماذا سيفعل ماذا سيفعل؟ يمرر، مازال في طابع الخطوره، مازال في طابع الخطوره، مازال ضربه جزاء، ضربه جزاء للرجاء، ضربه جزاء للرجاء. هنا الضغط، هنا الخطا ديال الضغط، ضربه جزاء كاين، انما الضغط كان بامكانه اللاعب التطواني ياخذ اي حل اخر، انما هنا الضغط، هنا الضغط، الحكم قريب من العمليه، ضربه جزاء، الكره توصل 11 متر، غنشاهدوا الاعاده، غنشاهدوا الاعاده. هنا الحكم، قوه الحكم قريب من العمليه، غنشاهدوا ذلك. هنا الملحاوي، ضربه جزاء واضحه، ضربه جزاء واضحه، مشى بيونافون لصالحي، قريب الحكم، لاحظوا التمرد الحكم، ضربه جزاء، يعني يمكن عنده السؤنيه، انما قريب هنا فراسه حكم ودهاء حكم وهدوء حكم، في 3 ثواني خد القرار، قالوا ضعوا الكره في نقطه 11 متر، ضعوا الكره في نقطه 11 متر، تجي هذه الفرصه دقه 32 ربما سنشاهد سيناريو اخر، والعامري مشدوها مستغربا وكأن به لا يصدق ما يشاهد، فيما البنزرتي الى الجانب الطاير يمد برزق ربما بضعه تعليمات، توجيهات، اشياء كثيره. كما قلت المقابله ستلعب على جزئيات صغيره، المقابله ستلعب على جزئيات صغيره، والكل يترقب ماذا يحدث في هذه ضربه الجزاء. كما قلت يمكن الكره ثابته، زاويه ضربه جزاء هي اللي تجيب الحل. على اي مايسترو الفريق محسن المتولي يتولى تنفيذ هذه الماموريا راسا لراس، وجها لوجه امام الحارس اليوسفي، وجها لوجه امام الحارس اليوسفي. كيف ستصبح النتيجه بعد حين؟ هل يتوفق المتولي؟ كان ضغط، نقول احتجاج طبيب الى فريق المغرب التطواني، انما بروح رياضه عاليه تقبلوا قرار حكم المقابله. المتولي في حاله تركيز، 26 سنه هذا الفتى الواعد، الحكم يامر كل لاعبين بمغادره المستطيل، مغادره المعترك. المتولي ينطلق، المتولي المتولي فعلها، اشهل لعيب هذه المقابله، يمكن نقول 3-4 المركب الرياضي محمد الخامس مشتعله، الهستيريا تعم المدرجات، فيما الالاف من الانصار، الطوفان الاخضر هنا في مركب الرياضي محمد خالد الضربدان. هدوء الذي يسبق العاصفه. المتولي على طريقه لاعب الكبار، رساله اخرى من هذا الفتى الوعيد، انا اعتبره احسن لاعب خط وسط في الدوري المغربي لكره القدم، اعتبر المتولي احسن ممرر واحسن صانع العاب في الدوري المغربي لكره القدم، اثبت ذلك اليوم. تشتعل المدرجات، تشتعل الشوب الحارقه، الحناجر تصدح باسم الرجاء، فيما ذهول وصمت رهيب يعم الفراش الايسر في المركب الرياضي محمد الخامس، حيث يتواجد تقريبا 15,000 مناصر لفريق المغرب التطواني. صوره رائعه الى كان زميلي نورتي بمعود اعطاء صوره لانصار فريق الرجاء فهذا يعني الطوفان الاخضر الهادر وراء مرمى الحارس اليوسفي. الرجاء تقدم 1-0 في لقاء يحبس الانفاس، في مقابله ممنوع المصابين بامراض القلب، ممنوع يعني حتى بودريكا رئيس فريق الرجاء لا يتحمل الضغط. قيل لي بانه لا يتابع المقابلات، كان هناك قبل بدايه المقابله مع الانصار، ولكن قيل لي بانه لا يستطيع ابدا ان يتابع لقاءات الرجاء هنا في المركب الرياضي محمد خالد الضربه. صوره امامكم غنيه عن كل تعليق، وكاني في ماراكانا، في سان سيرو، في كبار النوكم ببرشلونه، برنابيو بمدريد، انما هذه صوره اسطوريه في هذا الملعب اسطوري. جمهور رائع، مابيدي قريب للصالحي، مابيدي يحاول المراوغه، عنده امكانات يصنع الحدث، يمرر قلت بورزوك بلاك تورنون، البلاك تورنون ديال فوزي البنزرتي. هنا مدرب مجرب، مدرب داهيه ما بغى يسبق الاحداث، هستيريا وسيناريو
سيناريو مثير والمركب الرياضي محمد خالد الدار البيضاء. مابيدي الرجل الافريقي الساحره يعطي كره مليمتريه، ارتقاء الكبار بورزوق، ارتقاء الكبار يودع كره كالشد داخل مرمى البنزرتي. هذا مدرب داهيه، هذا مدرب لاحظوا ماذا يفعل. شوف مابيدي خلى منتخب بلاده افريقيا الوسطى مع غينيا بيساو واعطاه العسل والشد وكره مليمتريه. هذا بورزوق يستفيق من ثباته ويشعل فتح المقابله ويعيد التوازن النفسي له بعد غياب طويل. الرجاء تقدم بجوج صفر في هذا النزال التاريخي والهستيري كما حاولت نعبر، يعني صور غنيه عن كل تعليق هنا بمركب الرياضي. ينسل يا مزهون فرح مسرور فرحه هارمه لعناصر الرجاء وهستيريا ويعني سكوت يعني مطبق وسكون مطبق لانصار فريق المغرب التطواني في هذه المقابله. الرجاء تقدم بجوج صفر بعد مرور 36 دقيقه، اضخنه متطايره وشهب حارقه والالاف من يعني الاصوات متعاليه ترفع من معنويات الجرين بويز او النسور الخضر. هذا هو الاسم التاريخي للرجاء، لانه الرجاء لازمته الرجوي قبل هذه المقابله البطوله الرجاويه والموندياليه عينيه، ولازمته تطوان البطوله التطوانيه بالشلابه والشاشيه. هذه فقط قفشات، انما صور امامكم صور غنية عن كل تعليق. طوفان بشري هادر، طوفان بشري هادر، 3 أرباع. هذا المركب الاسطوري متوهجه متقده مشتعله فيما 15,000 مناصر تطواني في حاله سكون ذهول، والعامري يراقب ماذا يفعله المايسترو فوزي البنزرتي المدرب الذي يتحدث باقدام اللاعبين ولا يتحدث بلسانه للصحافه. كره تطوانيه، صعود الملحاوي، محاوله تمرير صالحي مصاب، روح رياضيه عاليه، روح رياضيه عاليه. حتى حكم المقابله هنا فرق ما بين حكم وحكم هادي قريب ضغط ايقاع المقابله بهدوء باريحيه ما ضاف ما نقص. الرجاء تقدم بجوج صفر. هل تريدون المزيد في هذا النزال المثير والمشوق بين الرجاء وفريق المغرب التطواني؟ يعني الرجاء الان تضيف هدفين ليصبح مجموع فريق الرجاء كاهداف 37 هدف. رقم ناري ونذكر بانه من ضمن هداف فريق الرجاء نجد عادل الكاروشي بهدف، عبد الكبير الوادي هدفين، عصام الراقي هدفين، نضيف ياسين صالحي بهدفين، ولكن من ابرز الهدافين محسن جور الاسمراني بدكه البدلاء 8 ديال الاصابات. وهذا المايسترو مابيدي كما قلت هو البلا. انا ما قلت لما دخل بدايه المقابله قلت البنزرتي اشلس ياجور 8 اصابات ودخل بورسو لعب له على الجانب النفسي والسيكولوجي. النتيجه امامكم والثمار امامكم. هنا فرق ما بين مدرب ومدرب، مدرب كيقرا نفسيه اللاعبين، تيقرا الخصم. يعني يمكن يكون عند اللاعبين طراز رفيع، اذا ما كانش التأطير والدهاء وقراءه الخصم ما يمكنش فريق يحقق النتائج. وهذه الصفات اللي عند المدرب فوزي البنزرتي اللي نستأسد في هذه المقابله مع فريق الرجاء امام فريق المغرب التطواني. الرجاء تقدم بجوج صفر في مقابله الموسم، مقابله القفل، مقابله بوابه الموندياليتو. كره طريقه اليمن، لا يصير خطا، لا يصير خطا، تدخل مهم، محاولة المرور مر 3 لاعبين حتى قنطره صغيره. مشى المتولي اي 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 محاولة المرور يصنع العجب العجب. هنا فرق ما بين لاعب ولاعب. افضل ممرر في الدوري المغربي كره القدم المتولي، صانع القرار داخل القلعه الخضراء، يعطي رسائل مشفره في هذه المقابله. هنا اللاعبين اللي جوار دوي اللعابه اللي عندهم واحد الامكانيات والطاقات ما كينهاروش. المتولي كيعطي رسائل مشفره اليوم متقدم وصانع، يعني بالرغم انه كيلعب والمتولي يمكن يعطي قوته الكبيره لما يكون حرا طليقا. انه مقيد المدرب البنزرتي يلعب في خط الوسط انما يميل كثير الجهه اليمنى للامداد عبر الاطراف. ضربه خطا خطيره، يمكن الراقي، يمكن عادل الكاروشي، يمكن الصالحي، اختيارات كثيره عند اللاعبين. والطوفان البشري يعني ضربة خطأ على درجة عالية من الخطورة، تقريبا 28 متر من مرمى الحارس اليوسفي. 28 متر يمكن الراقي يمكن يرتقي بالمقابلة نتيجة وأداء. الراقي أمامه الجدار إنما بعيدة عالية وخارجة أسمار المستطيل. بعد ذلك نصل الدقة 40 الرجاء متقدمة بهدفين. الكرة الأولى من كرة ثابتة، الهدف الأول من كرة ثابتة للعميد المتولي، والهدف الثاني بعد تسميرة رائعة ومليمترية لمابيدي ارتقى فوق الجميع بورزو وارسل هدفا ثانيا ربما طمأن النفوس وجعل الرجاء تتطلع
الفوز بالدرع والابقاء على الحظوظ كامله حتى الدوره الاخيره. كره رجاويه، هذا الراقي، ليس هناك ضربه خطا، ليس هناك ضربه خطا، ليس هناك ضربه خطا. نذكر كره للرجاء من جديد، طبعا خطوره تمشي من جديد عند بورزوق، بورزوق زاويه خمسه للرجاء من نفس المكان الجهه اليسرى حيث وضع الحارس اليوسفي. يعني الان يمكن نقول الرجاء بدات تدخل في المقابله بنسبه كبيره، تفرض اسلوب اللعب، ما بداوش بسرعه. هذه تعليمات من المدرب، تعليمات من المدرب. الكره المقابله ستحسم بجزئيه صغيره، والجمهور يصنع الحدث، الجمهور الرجاوي يصنع الحدث في هذه المقابله، خصوصا بعد هذا الشيء الهدفين. دائما لما تولي وراء كل كره ثابته تنفذ بسرعه، تمشي عند زكريا الهاشمي، يمر ضربة مقاس نصف هوائيه، ضربة مقاس نصف هوائيه لبالمعلم 25 سنه، مسجل الهدف المهم في المقابله الماضيه امام ابناء المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخه، مدرب فريق الدفاع الحسن الجديدي. بالمعلم وبعض اللاعبين الرجويين تطاردهم عيون بعض وكلاء اللاعبين وبعض التقنيين ربما للدخول على الاحتراف، انما حتى الان المؤكد الان وان كل اللاعبين يلعبون للرجاء ويدافعون عن الرجاء بحثا عن تتويج اخر للرجاء. هذا خضروف يمرر، تمشي عند الملحاوي ممر ايمن، الملحاوي لمن، خضروف من جديد تمشي عند الحارس. نتوصل بعد النتائج. اولمبيك خريبكا متقدم على المغرب فاسي ب 1-0، جميع السنه متعادله امام الوداد بهدف داخل الشبكه، ونهضه بركان متعادله بوجه امام المغرب فاسي بهدف داخل الشبكه. يعني فيما لقاء اخر مهم يدور بملعب بريبه كونترا ما بين النادي القنيطري والدفاع الحسني الجديدي. الرجاء الان تهدئ ايقاع المقابله، ننتظر خروج المغرب التطواني. يمكن نقول من هذا الغفوه، هذا السبات يمكن نقول عميق، خصوصا منذ جيل الهدف الثاني. الرجاء تلعب بهدوء، تمشي عند متولي بالاكستيريور من طراز رفيع، لمسه انفولونتير يعني غير اراديه، انما الطريقه باش مرر المتولي يعني طريقه اللاعبين الكبار. كره للنصير، وفي هذا الاثناء فرحه التطوانيين لم تدم طويلا، يصبح الفريق متعادل بميدان. هذا خضرو، تسلل واضح، نزل ايقاع المقابله نسبيا، نصل الدقه 42. ان روح رياضيه كبيره ما بين الفريقين. ونذكر من جديد للذين التحقوا بنا اللحظه، الرجاء متقدمه في لقاء القمه امام فريق المغرب تطوان 2-0، ولكن المثير في هذه المقابله بغض النظر عن النزاع التكتيكي بين المدربين واللاعبين هو الروح الرياضيه الكبيره اللي سبقت المقابله في شعارات على درجه عاليه من الحس الرفيع الرياضي ما بين انصار الرجاء وانصار يعني الماتادوريس، وكذلك سيمبيري بالوما الحمام البيضاء. هذه من الفصائل المهمه ديال فريق المغرب التطواني، والجرين بوز والايجلز وغيرها من التراج فريق الرجاء. فبذلك المنتصر الاكبر في هذه المقابله هي كره القدم المغربيه والروح الرياضيه العاليه ما بين انصار الفريقين. كره للرجاء تمشي عند متولي، يغير كل عند الهاشمي امكانيات كبيره لهذا اللاعب، تمشي عند بورزو. الرجاء دخلت في المقابله، تمشي عند الصالحي، عنده حلول كثير، يمكن غيسدد يمرر، تمشي من جديد، انما مابيدي بسرعه نهائيه مع الامرابط. ضرب خطا ضد مابيدي، المقابله متارجحه ما بين ايقاع نسبيا مرتفع ومتوسط، انما حتى الان روح رياضيه عاليه ما بين لاعبين الفريقين. كان خضرو في تثبيت الكره قبل التنفيذ، انما الحكم ترك له امتياز لانها غير مؤثره، فيما يواصل انصار الرجاء بالالاف هذه المؤازره اللا مشروطه، وهذا اللي يمكن نقول بهذه العباره هي السيرة التي تعم مدرجات في مقابله تحبس الانفاس وشوارع الدار البيضاء بطبيعه الحال كل مدن الوطن فارغه على اعتبار ان تتابع عبر شاشه التلفزيون هذه المقابله التي تحبس الانفاس، وكما قلت خلالها نقطه واحده تحلق عاليا بالحمامه البيضاء نحو اللقب بغض النظر عن المقابله الاخيره. انما في حاله الهزيمه المقابله لم تنتهي بعد، كل سيناريوهات محتمله على اعتبار في الجوله الثانيه سأوافي المشاهد الكرام بكل الاحتمالات الممكنه اذا ما تساوى الفريقان في هذا على مستوى النقاط، على اعتبار انه هناك حسب لوائح المعمول بها في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هناك سيناريوهات متعدده في حاله التساوي في النقاط. ضربه خطا تطوانيه، زيد كاروش في التغطيه في التمرير، هناك فقط ابقاء على المتولي، كل لاعبين الرجاء امام الحارس، زيد كاروش
وضربه مرمى للرجاء، ضربه مرمى للرجاء تقريبا 30 ثانيه على الجوله الاولى، 30 ثانيه على الجوله الاولى. يمكن قاد العزيز العمري ربما لا يصدق ما يشاهد، ربما لا يصدق ما يشاهد. هو الذي سبق له انتقد كبار مدربي العالم في خرجات اعلاميه ربما غير مسبوقه، انتقد مورينو مدرب الاعجوبه، انتقد انشيلوتي الذي يقود كبار لاعبين العالم من ضمنهم رونالدو، وربما حتى اختيار بدر الزكي كان عنده رد خاص عزيز العمري وسائل الاعلام. فالزكي كان لابقا وكان هادئا لما قال لما يجيبه انشيلوتي ويجيبه مورينو ساجيبه كذلك. كرة قدم مغربية الان، كرة قدم مغربية الان في حاجة لتضافر كل مكونات، مؤطرين، وداد المدربين، اللاعبين، حتى الصحافة، ندعم بكل ما اوتينا بقوة كرة قدم مغربية وفريق وطني ومدرب بدر الزكي. انما ضاف الحكم في 2 دقائق المقابلة متواصلة، الرجاء اقفلت كل ما مرات، كل الطرق لا تؤدي لمرمى الحارس خالد العسكري. يمكن نقول كان في براحة حيدة تسديدة الفراب كروازي، تسديدة الجانبية اللي سددها نعيم، عدا ذلك يمكن نقول الحارس كان في راحة تامة. هذا الصالحي يمر المابيدي، يمكن يراوغ في مساحه ديال العود الثقه. مابيدي عنده امكانيات كبيره، هو لاعب استرجاعي وممرر وهداف، 3 ميزات ما يمكنش توجع عند اي لاعب. كره من جديد تمشي عند بورزوق، ما كاينش تسلل، بورزوق محاوله المرور، يمرر مباشره ضربه مرمى، نقصر من الشوط الاول. ضاف حكم مقابله رضوان جيد للعلامه الكامله حكم مقابله وفوزي البنزرتي. عشرات الافكار تتناقص في مفكرته، دا شيما تكتيك، يعني الله يكون في العون بهذه العباره. كل مدرب عليه ضغط كبير حتى اللاعبين، انما حنا تجربه ما بين فريق وفريق اخر. تجربه هذا الرجاء بدليل انه الرجاء فاز المقابله، فاز وهي منقوصه بلاعب. فرصه زيد كاروش من نفس المكان اللي مر منه زهير نعيم، انما يضيع. قلت يعني العمري راه غير راضي على ما فعله زيد كاروش، غير راضي على ما فعله. بل هذا زهير نعيم نفس اللاعب هذا زهير نعيم مورفولوجيا عنده واحد التشابه كبير مع زيد كاروش، انما الان يعني له فرص. زيد كاروش بالفعل هو اللي ضيع الكره قبل منه، نفس الفرصه بنفس الطريقه اضاعها اللاعب زهير نعيم. كان امامكم منذ حين انصار فريق الرجاء المغرب التطواني في حاله ذهول وفي حاله ترقب. انتهت الجوله الاولى، الرجاء يمكن نقول محقق الاهم في سيناريو يمكن ما يتكررش، انما الذين يريدون التحليق حاليا. من سيفوز في اللقاء؟ هل شراسة النسر الرجاوي ام وداعة الحمامة البيضاء التطوانية التي تريد ان تحلق حاليا الموندياليتو؟ بوابة الموندياليتو هو حلم كل الفريقين في هذا النزال. الكرة التطوانية ارتقاء، كرة بطريقة الألحاج ضايعة في الوسط عن زيد كاروش، كرة بطريقة الجحوح عملت 1-2، تمريرة واحدة باللمسة الواحدة. يحاول فريق المتولي، يمر المابيدي، مشى بورزوق، مابيدي سريع عنده امكانيات مهمة، حاول المرور كيما الطريقة اللي بغا. كما قلت يمكن يراوغ في مساحة ديال العود الثقة، عنده امكانيات مهمة بدنية وتكتيكية، وكان به لاعب دوري اتاني في خط الوسط. كرة للرجاء تمشي عند صالحي الا اجتهد ولا تحرر من اللاعب الفردي يمكن يكون عنده شأن كبير، وضربة خطأ للرجاء. حكم ما تيترددش بجوج صفر، وضربة خطأ خطيرة جدا ما تيتردد. لما تكون ضربة هنا خطأ واضح، بيون افون واضح للاعب امرابط الظهير الايسر للفريق المغربي التطواني. الحكم هنا ما كاينش العاطفة، الحكم كيلعب بحيادية، لانه هو بمثابة قاضي في المقابلة. ال 22 لاعب اللي كيرسموا الخطوط العريضة للمقابلة. يمكن تجيب هدف ثالث، كرة على درجة عالية من الخطورة، ونظن 90% الكاروشي ولا يتولد في هذا الخطأ. نظن الكاروشي كرة ب 22 متر، الجدار غيتشكل من 5 حتى 6 لاعبين. هنا يمكن يكون حريفي بلغة كرة القدم، يشق طريقه للمرمى. هادئون كل بدلاء الرجاء في لا يبارحون مكانه في ملعب عمري، واقف يتابع كرة. من ينفذ؟ المتولي الكاروشي، المتولي كاروشي. تضيع ديال الفرصه للرجاء، كره بطريقه الجحوح يخرج كره من مساحه ضيقه تمشي عند خضرو. هنا المنسوب اللياقه البدنيه غيقول كلمته، سيقول كلمته في الوقت المسبق لهذه المقابله، باعتبار هناك استعداد نفسي
واستعداد كذلك بدني لما حتى على مستوى التركيز. هنا تمت التعليمات يمكن يعطي اي مدرب للاعبين فيما لاعبان رجويان في الاحماء على مقربه من الفيراج الجنوبي المركب الرياضي محمد خالد بن دار البيضاء. الامر يتعلق بال ياجور وعبد الاله الحفيظي، يعني لاعبان مهاجمان. هذا يعطي الانطباع ربما نوايا هجوميه 100% للمدرب فوزي البنزرتي. نذكر بانه خريبكا فازت في الوقت البديل في نزال حارق امام القرش المسفيوي وأين انعشت الامال للبقاء في القسم الاول. انتهت مقابله اخرى بين الجمعيه الثانويه والوداد البيضاوي هدفان داخل كل شبكه، والنهضه البركانيه امام المغرب فاسي هدف داخل كل شبكه، فيما النادي القنيطري تعادل مع الدفاع الحسن الجديد بهدف داخل كل شبكه. بل وصحيح النهضه البركانيه المغرب الفاسي 0 لمثله، فيما بالامس فريق الوداد الرياضي الفاسي تجاوز حتى تاكد الهدفين للسابق. كره تطوانيه هذا الملحاوي ما شاهدتوش كثير اليوم، لانه النهج اللي رسمه المدرب البنزرتي غيب ظهيري دفاع فريق المغرب التطواني، الملحاوي كظهير ايمن وامرابط كظهير ايسر. هنا القراءه التكتيكيه والاستراتيجيه ديال المقابله، وهنا الفرق ما بين مدرب واخر من حيث اجاده قراءه الخصم. هذا هادي الكاروشي، الكره متطايره من تدخل الملحاوي من جديد جاحو مشى المتولي بوحدو، يلزم المؤازره يراو بشكل اللي بغى، يراو يعني يحتفظ كورته بشكل صحيح، يمر لعند بورزو ما سيفعل، يمر جميله عند هادي الكاروشي يزداد صناعة معلم، صناعة يعني سيناريست، يعني فنان، يعني التمريرات والطريقه بس سدد الكروشي ورجل يسرى ساحره، انما كروشه وسدد بالرجل اليمنى، تابع المقابله، تابع التسديده اليوسفي، انما الله غالب. الهدف الثالث هو الهسيره تاع مدرجات، ويستمر تلقين التونسي فوزي البنزرتي للدرس الشرس على مستوى الاداء والتلقين وكيفيه التعامل مع المقابله. وعزيز العامري بعينين جاحظتين يتابع ولا يصدق من يتابع في هذا المقابله. إذا زكريا الهاشمي يوقع الهدف الثالث للرجاء، والهستيريا تريبلات ثلاثيه تاريخيه. هنا انفجار يمكن نقول بهذه العباره، البركان الرجاوي ينفجر في المقابله على مستوى الاداء الجماهيري، على مستوى عطاء النسور الخضر، يعني الجرين ايجلز هذا اسمهم، يعني لازمه الرجاويين في هذه المقابله البطوله الرجاويه والمونديال الطحينيه. هذه لازمه الرجاويين، مدينه باكملها تحلم بعوده المشاركه في كاس العالم القادمه في نهايه هذه السنه، التي تحظى بلادنا بشرف تنظيمها للمره الثانيه التوالي. 3-0 للرجاء، يمكن نقول الان بدايه انهيار فريق المغرب التطواني. الرجاء الفرق الكبيره قد تمرض انما لا تموت ابدا، والمغرب التطواني تقاوم هذا الاعصار الرجاوي. الرجاء يمكن فرق الجهد ديالو ما بين الدهاء والخبره ورفع الايقاع وانزال الايقاع، انما عنده لي بيس ميتريس، عنده المفاتيح اللعب، عنده المتولي كصانع العاب، عنده الجيل ريكوبيراتور من طراز رفيع، عنده الكوكو الرقي، وعنده مابيدي يحسن ازدواجيات مهمه المهمه الهجوميه والدفاعيه وعوده دقائق الرجاويه. انما استرجاع التطواني زيد كاروش لمن خاطئه هنا الرقيم جديد عامل 1-2 مشى بقنطره صغيره، يمرر عند عادل الكاروشي، محاوله تسديد انما مابيدي متسللا. انهار تطوان تماما، انهار فريق المغرب التطواني تماما، والطوفان الرجاوي متواصل. كيف سيناقش العمري كعادة الجحيم الرجاوي فيما تبقى من عمر للمقابله. انما فوز البنزرتي كما قلت ما بغيتش نتحدث عليه كثير في الاول، انه المدربون الكبار لا يتحدثون بخططهم، باقدام لاعبيهم، بتاريخهم، والفوز البنزرتي لا ارمي الرجل بالورود، التاريخ يتحدث عن القاب بالجمله، 7 القاب تونسيه،
على مستوى الدوري، العديد من الالقاب على مستوى كاس تونس، عصبه الابطال مع الترجي والنجم الساحلي، درب المنتخب التونسي، القاب بالجمله ارقامه وتاريخه يتحدث. هنا الفرق ما بين مدرب ومدرب، والطوفان الهادي الاخضر هنا الحناجر تصدع فرصه. اظن ابرهون عامل الفريق ارتقى فوق الجميع. هناك حارس شريف، حارس يقظ، حارس متمرس، العلامه الكامله فيما اول زاويه في الجوله الثانيه لفريق المغرب التطواني. طوفان جارف، طوفان الرجاوي جارف، و3-0. وربما شهيه اللاعبين لا تقف عند هذا الحد، شهيه اللاعبين لا تقف عند هذا الحد، وقسمات وجوه التطوانيين في حاله شرود، في حاله ترقب، في حاله ربما لا اقول يأس، انما تبقى الامال، انما ربما توقع الجمهور التطواني والمدرب عز العامري وكل مكونات المغرب التطواني سيناريوهات متعدده، ولم ينتظروا هذا السيناريو، لم ينتظروا السيناريو. نذكر بان فريق الرجاء اذا كان المغرب التطواني عرج على العاصمه الرباط كمعسكر 4 ايام، الرجاء بقات هنا في الدار البيضاء لان ما وجدتش منتجعات، خصوصا بوس كره في الجديده بحكم تواجد الدفاع الحسن الجديدي واولمبيك اسفي في هذه المنتجعين. وقال فوزي البنزرتي البقاء في الدار البيضاء افضل، انما الاغراءات الماليه تخرج لحيز الوجود، مبالغ ماليه تسيل اللعاب، خصصها مسؤولو المغرب التطواني والرجاء في هذه المقابله. استرجاع رجاوي داء كبير، لا كم بامكان نرجع كره الحارس، انما ارتأى ارتطام الكره مع احد اللاعبين التطوانيين لتعرج خارج المستطيل. نذكر بان منح لاعب الرجاء حتى الان دون احتساب مبالغ التوقيع وصلت للمليار و350 سنتيم، رقم كبير. فيما الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت حتى وقت قريب تخصص 350 مليون سنتيم للفائز بدرع البطوله، رقم يمكن نقول ضعيف وضعيف جدا، بالتاكيد سيتم تغييره في مستقبل الايام. استعراض الرجاء متواصل، هذا المايسترو المتولي يمرر الكره الهاشمي، تجاوب كبير ما بين اللاعبين، تمشي جميله، ارتباك كبير في خط المنطقه الخلفيه لدفاع فريق المغرب التطواني. يمكن نقول الان الرجاء استأسدت في المقابله نتيجه واداء. كره للرجاء، هذا المتولي يمرر كره جميله ولكن مباشره عند الحارس، فيما آلاف من أنصار فريق الرجاء البيضاوي. يعني بالتأكيد ستكون ليلة، ربما إذا فاز فريق الرجاء المقابلة لم تنتهي بعد، ربما ستكون مقابلة تاريخية، نهاية تاريخية، فيما بالتأكيد تترقب الرجاء مهمة صعبة في الدورة الأخيرة. القرش المسفيوي الذي انهزم في الدقيقة 94 منذ حين بمركب فوصل بخريقة أمام فريق أولمبيك خريقة 2-1. النادي القطري يمكن نقول نسبيا فلت بجلده من نزول القسم الثاني، فيما الصراع سيقتصر ما بين اولمبيك اسابي الجمعيه السنويه المغرب الفاسي، اولمبيك خريقه والوداد الرديف الفاسي، 5 فرق يعني امر النزول للقسم الثاني. كره تطوانيه، هذا جاحوح زيد كاروش، كيف سبيل اختراق خط وسط ميدان فريق الرجاء؟ ليس الخطا، هذا بورتو قدم مقابله كبيره، دخل في المقابله مشى ولكن بطيء نسبيا صالحي، كره في طريقه النصير، تبادل كروي باللمس، ما تركوش المساحتين. هنا لاهوت يعني لاهوت بريسيون، الضغط العالي اللي فرضوا فريق الرجاء، ما تركيش الفرصه الرجاويين يلعبوا التطوانيين يلعبوا بالاسلوب اللي بغاو. غادي يدخل الحافظي، عبد الاله الحافظي، ربما يكون ورقه اخرى رابحه للمدرب فوزي البنزرتي، وتشتعل المدرجات، كره للمغرب التطواني مباشره الحارس، لكن ممكن زميلي بامهاود صور مثيره وراء مرمى الحارس الرجاوي خالد العسكري، في مشهد مثير محفزين للاعبين، لانه الفراج فريميجا هذا هو اللقب شايط، هذا منعرج حيث يتواجد المتيمين بحب الخضراء والذين يموتون حبا في الخضراء فريق الرجاء البيضاوي. كره تطوانيه تمشي عند جاحوح، يمر للوسط، تبادل كروي، تمشي لعند الملحاوي يمكن نقول ما مرش نهائيا لانه تكتيكيا أقفلت الممرات، فيما المحاولات المرور عبر التمرير في العمق من جديد الحكم ترك امتياز، كانت لمسه جديده ما ترك امتياز حسنا فعل، كره من جديد للمغرب التطواني، محاوله المرور انما ضائعه تمشي عند صالحي جميله، مابيدي يتوصل، مابيدي يغير كليا مشان الحاج لكوكو لمن يهدئوا اللاعب، يلعبوا باسلوب سلس، مشي عند مابيدي يراوغ الطريقه اللي يبغى، عنده امكانات مهمه، نصل للدقيقه 54 ثلاثيه نظيفه للرجاء، ويمكن نقول انهار فريق المغرب التطواني، يعني انهار تماما، انه اقترف بعض الاخطاء
حتى خطوه اللاعبين اصبحت متثاقله. يمكن نقول فوزي البنزرتي كسر اسلوب لعب فريق المغرب التطواني، كسر. يمكن صالحي يغادر، واش اللي حاصل الان؟ صالحي يغادر بروح رياضيه عاليه، يغادر رقعه الملعب. ياسين صالحي 4 أهداف متواجد الموسم، 4 أهداف متواجد الموسم، فيما من هدافي فريق المغرب التطواني هناك زيد كاروش 4 أهداف، الصنهاجي متواجد في الاحتياط الى جانب جاحوح 3 أهداف، والملحاوي وخضروف هدفان. فيما ابرز هداف للمغرب التطواني الرجاء البيضاوي هو ياجور ب8 أهداف، وبنفس العدد نجد لاعب افريقيا الوسطى فيفيان مابيدي. اذا اول تغيير يقدم عليه المدرب فوزي البنزرتي، يعني استراتيجيه المقابله ما غتغيرش، غير مهاجم ودخل مكانه مهاجم، غيلعب بنفس النسق بنفس التكتيك، النهج الذي يؤدي الى الفوز لا يتغير. وحتى الان الى غير المغرب التطواني الاسلوب يمكن يغير بنزرتي. هذه فرصه مهمه، محاوله تسديد، انما ارتماء انتحاريه للاعبين، هناك عادل الكاروشي وهناك محمد بولحال. من الزاويه بالرغم ان حتى الحارس خالد العسكري مشى الزاويه اليسرى، وزاويه امام لاعب التطواني في هذه الفرصه، وادخنه متطايره في فضاء المركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء بفعل الشهب الحارقه، زاويه للمغرب التطواني، تدخل الحارس، انما الكره ربما مشات دائريات تجاوزت خط المرمى. تغطية إعلامية كبيرة في هذه المقابلة، ونذكر بأنه الحراسة أمنية مجددة في كل معابر ديال المركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء، وفي كل طريق السيار المؤدي من مدينة تطوان وطنجة حتى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. فبذلك يعني مجهودات كبيرة بذلت وتنسيق ما بين ولاية الأمن للدار البيضاء الكبرى وولاية الأمن بمدينة تطوان لتمر الأمور في أحسن الظروف. حتى الآن روح رياضة كبيرة، ونذكر المرة المليون الروح الرياضية الكبيرة ما بين أنصار الفريقين في هذه المقابلة قبل بداية المقابلة بساعات. وحتى الآن جمهور حضاري للمغرب التطواني الذي أعتبره واحد من أفضل جماهير كرة القدم على الصعيد الوطني، على اعتبار أنه جمهور مهيكل منظم، يعني يخلق المتعه والحدث في النتيجه ديال الفوز او التعادل والهزيمه. هو الان هذه يعني يتابع المقابله، يمكن طبيعه الحال هذا من حقه قد لا ترضي النتيجه، انما كان انضباط كسلوك وعلى درجه عاليه من التحضر في هذه المقابله التي تحبس الانفاس. مقابله الموسم، مقابله كبوابه لكاس العالم الموندياليتو، زاويه اخرى ثالثه راسيه ومباشره ضربه مرمى، مباشره لضربه مرمى. بطبيعة الحال على امتداد التاريخ لاعبون كثر من الدار البيضاء عرجوا على الحمامه البيضاء، وتعود بالذاكره سنه 79 80 الدولي السابق مصطفى درويش ابن الدار البيضاء، واحد نجوم في الفريق الوطني يلعب مع الحمامه البيضاء. من بعد ذلك عرج على فريق جيش ملكي، وهو الذي وافته المنيه رفقه الفريق الوطني بسنه 79 80 بالعاصمه السنغال دكار. هذا بورزوق سدد من مسافه غير موفقه. من بعد ذلك كيجي المايسترو الاخر لفريق الرجاء المرحوم عبد اللطيف بكار اللي في اولى بدايه الثمانينيات كان صانع العاب فريق المغرب التطواني. هذا الحافظ يمر فرصه اخرى، فرصه بورزوق يهدر الهدف الرابع، يطلب الصفح من الانصار. بعد ذلك توقفت انتدابات اللاعبين البيضاوي الرجاوي لمدينه تطوان حتى لما صعد الفريق في 2005 2006. فغيجي واحد الجيل اخر هو اللي عطى النواه الاولى للمغرب تطوان في القسم الاول، من ضمنهم بوشعب مباركي، امير الرباطي، الشادلي، العمراني، حسن الدين الصنهاجي، واخرهم هذا زهير نعيم اللي لعب في الفئه الصغرى لفريق الرجاء، هو الاتي من مدينه اليوسفيه قبل ما يعرج على الرجاء بني منال. اليوم هو صانع العاب فريق المغرب التطواني، واكثر من ذلك هداف دوري الوطن. تغييرات بالجمله، خرج زيد كاروش امامكم، يغادر امام مكان الصنهاجي، ودخل حسام الدين الصنهاجي مكان الهردومي. اذا جوج تغييرات دفعه الوحيده، ما قالوا ما يخسر، غادي يراهم كل الاوراق ديالو على اعتبار الضغط الزمني والنفسي. ناصر الدقيقه 62 الرجاء متقدمه ب 3-0. ضغط اول دفاع، يمكن نقول ديفونس افونسي، اول خط دفاع لفريق الرجاء هو الخط الامامي. هنا تشديد خناق على حامل الكره، ما تركوش لهم مساحات، ولو مساحه ديال 2-3 امتار ما كايناش. هنا قراءه الخصم قال لما قلت بالتعليق على المقابله البنزرتي والطاقم التقني المساعد له تابع عشرات الاشرطه وخرج بخلاصات. كره للرجاء، هذا المتولي يمر بالاكستيريور جميله، تمشي جيرو سونتر
كونتراشتير، يعني تمريره وتزيدها في نفس الوقت تمشي مباشره بالثبات. هذا الملحاوي لمن يمر لجاحوح، جاحوح محاصر باربعه اللاعبين، اربعه اللاعبين كيف السبيل للمرور، صعوبه كبيره يمر، تمشي للوسط يغير عن امرابط الظهير الايسر، ما صعدوش اظهره ديال فريق المغرب التطواني. شراسه في الاداء التكتيكي، شراسه في الاداء التكتيكي لفريق الرجاء. الهاشمي زكريا افضل، يمكن نعتبره هنا افضل ظهير ايمن في الدوري المغربي لكره القدم، والدليل وجه له مدرب بدر الزكي الدعوه ليجرب حظوظه كامله. كره تطوانيه تمشي عند زهير ناعم، هو قلب هجوم انما الان اصبح لاعب خط وسط. هذا يعطي الانطباع انه كيف السبيل للمرور، الجدار، برج ابراج للمراقبه، ابراج للمراقبه نصبها المدرب فوزي البنزرتي. هذا الملحاوي يمر لجاحوح، جاحوح الملحاوي من جديد يحاول المرور بهذه الطريقه ما يمكنش يوصل المرمى الحارس خليل العسكري. يعني كره تتراقص وسط ثلاثه اربعه اللاعبين، كان عليه يمرر ما يضيف ما ينقص، انما تجي الزاويه الرابعه في هذه الجوله الثانيه لفريق المغرب التطواني، فيما الحكم جيب الذي اجاد اداره هذه المقابله بهدوء باتزان باقتدار، اعطوه ما شئتم من التسميات، انما هو حتى الان العلامه الكامله. زاويه للمغرب التطواني تنفذ، ارتقاء مباشره لضربه مرمى، مباشره لضربه مرمى. يعني رد فعل، يمكن نقول رد فعل فريق المغرب التطواني تاخر كثيرا في هذه الجوله الثانيه، وعلى اعتبار انه الرجاء احكم قبضته على المقابله. يعني الرجاء بطبيعه الحال لا احد كان يتمنى بان يخسر الفريق بعصبه الابطال الافريقيه امام فريق ما نقولش مغور، لان حوريه كورانكري ماشي من الفرق الكبيره على المستوى القاري، انما فريق اصبحت عنده كلمته، والرجاء لما خرج يعني يريد ان يكفر عن خطئه وليتصالح مع الجماهير يلزم يفوز باللقب، ولا فاز باللقب كيعني ذلك بانه غيشارك المره الثانيه في الموندياليتو، حلم اي لاعب. فتترجع بيد الذاكره للوراء تقريبا هذه 15 سنه في اول مشاركه للرجاء في كاس عالميه مثيره، في لقاءات ما عمرها تغيب من الدين ديالي، امام ريال مدريد في الفريق الاسطوري، وامام فريق النصر، وامام فريق كورنتيانز، وكان ذلك اول فريق عربي كيحصل الشرف يشارك في كاس عالميه اولى الانديه الى جانب فريق النصر السعودي. في مناسبه تحيه للجيل الذهبي انذاك، من ضمنهم الشادلي، حافظ عبد الصادق، مستودع، الحيمر، خوباش، ناطير، زكريا يعقوب، حتى اللي ما ذكرتش اسماء ديالهم تحيه لهم، صعدوا بالرجاء العالميه، احتضنوا من الاشياء اللي الامانه التاريخ. عميد فريق اتلتيكو الرياض ومنتخب اسبانيا انذاك فرناندو هيرو لما اعيته مراوغات مستودع، وقال وسائل الاعلام استغرب ان هذا اللاعب غير محترف ويلعب فريق الوطني. هذا مؤشر قمه الاعتراف ان مستودع مصطفى مستودع كان واحد من اساطير فريق الرجاء، يمتع ويبدع، وبذلك المدرسه الرجاويه تبقى يعني حفله بالمواهب وبالاثاره وبالتشويق. وبالتالي الابجيكو، المرحوم الابجيكو لما جاء من الوداد للرجاء قال قولته الشهيره: ساصنع فريقا ثانيا يستنشق نفس الهواء مع فريق الوداد بالدار البيضاء. سنوات بعد ذلك صدق حدث الرجل، واصبحت الرجاء تقارع الوداد وتقارع الكبار. فلا داعي للتذكير بانه فريق مثقل ب 11 لقب للدوري الوطني كرة القدم، 6 القاب لكاس العرش، القاب افريقيا بالجمله، فهو واحد من الكبار. كره تطوانيه مسترجع عن طرف المتولي، كونترول صحيح، مشى في خط الوسط، يفعل ما يحلو له، الحكم قريب من العمليه، الحكم يقول ضربة خطأ ضد حسام الدين الصنعاجي، ضربة خطأ فيما إصابة أحد اللاعبين في الوسط، دهور وصمت مطبق هنا في الفيراج الجنوبي في المنصة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالضربة البيضاء، حيث وجد قرابة 12 13 14 ألف متفرج من أنصار فريق المغرب التطواني. فيما الأمور تتفادى وتيرة، اللقب لن يحسم إلا في الدورة الأخيرة، لن يحسم إلا في الدورة الأخيرة. هنا غنرجع الاحتمالات الممكنة حسب القانون المنظم للعبة. إذا مشات له، إذا نهى الرجاء مازال ما نهاش المقابلة، الكرة ليست بعلم صحيح، كل شيء وارد. إذا انتهت المقابلة بفوز الرجاء غادي يتكافئوا في النقاط، غيصبح المنعرج هو الدورة الأخيرة. أول شيء اذا تم التكافؤ من بعد اجراء اخر دوره، حيث سيعرج فريق الرجاء على القرش المسوي في الملعب المسيري باسفي، والمغرب التطواني يستضيف سنة الرمل الفريق البرتقالي النهضه البركانيه. اذا كان تساوي في النقاط غيتم اللجوء لنتيجه المقابله في لقاء الذهاب والاياب بين الفريقين.
بغض النظر على فارق الاهداف. بطبيعه الحال تطوان فازت على الرجاء في الذهاب ب 1-0. الان المقابله مازال ما انتهتش. اذا فازت الرجاء غيصبحوا متساويين، من بعد غيتملوا لعدد المقابلات اللي فاز بها كل فريق. حتى الان بهذه النتيجه المسجله الان الرجاء كيحقق الفوز رقم 16. الا انتهت النتيجه بطبيعه الحال فوز الرجاء غيبقى عند فريق المغرب التطواني 15 فوز، والا انتصروا بجوج المقابله الاخيره غيصبح عند الرجاء 17 الفوز والمغرب التطواني عنده 16 الفوز. هنا الفريق الا تكافئوا من جديد في عدد الانتصارات غادي يصبح اللجوء لعدد المقابلات اللي فاز فيها كل فريق، بل سيتم ترجيح الكفه ديال عدد الاهداف اللي سجل كل فريق. هذا الرهان الثالث. اذا تم التكافؤ من جديد غيتم الاحتكام للنسبه العامه، اي كم سجلت وكم دخل عليك. النسبه العامه هي في صالح فريق الرجاء حتى الان. اذا وقع التكافؤ من جديد غادي يتم اللجوء، وهذا خيار مستبعد، المقابله فاصله في ملعب محايد. هنا تعقيدات حسابيه، انما على ارض الواقع الان نتابع ما يحدث، وكم امكان المغرب التطواني يتجاوز كل هذه الاحتمالات لو على الاقل يخرج متعادل هنا في هذه المقابله ويحسم امر اللقب، والشيء اللي ما حصلش. والمقابله تصل للدقيقه 69 واصبحنا نشاهد فريق واحد في الملعب هو فريق الرجاء البيضاوي. هنا التجربه، هنا الخبره، هنا استراتيجيه المدرب وفعاليه اللاعبين. يعني منظومه لاعب متكامله ومؤازره لا مشروطه لالاف الانصار فيما تطوان تبحث على الاقل على هدف واحد، ولا اللي خضروا تمشي عند امرابط يمرر، ولكن هناك بالمعلم يقين، بالمعلم يقين تصل لمابيدي يمد المتولي جميله بغى يمرر الحافظين انما حسنا فعل يسترجع كرته من جديد. عنده تجاوب كبير مع الظهير الايمن الهاشمي ابن درب السلطان، تمشي عند مابيدي الحارس ممتاز، الحارس يوسفي ممتاز. قوه هذا الحارس انه عنده التايمين، عنده التوقيت، كيخرج في الوقت اللي خصو يخرج، ما كيضيف ما كينقص، كيعمر المساحه، كيعمر الزاويه. شوف ماذا يفعل، اخترق الجميع ومرر كره على درجه عاليه من الخطوره. يعني لا يقوم بهذه الحركه الا لاعب عنده امكانيات وعنده قدرات بدنيه ونفسيه. ولا كان ممكن زميلي نور الدين بامهول المخرج تلفزيون المقابله باقي الزملاء اعاده هذا السلالوم، هذا الاختراق بهذه السلسله من المراوغات. هنا غادي يمشي لاحظوا ماذا يفعل، رفع عينه، شق طريقه وسط غابه من الارجل، 5 6 7 لاعبين ومرر بالانتيريور، كره كتشق طريقه انما يتدخل الحارس. هنا خناق في المنطقه الخلفيه لفريق المغرب التطواني. هذا الضغط يولد الاخطاء، هو الشيء اللي حصل الان. فرصه تولي عريس هذه المقابله، فارس هذه المقابله ومايسترو هذه المقابله. المتولي رسائل مشفره متواصله، ماذا تريد الاصلاح؟ انا اقول لا ارمي الكلام علاوي، كل اللاعبين اصدقائي واتمنى لهم كل التوفيق، انما الاستثناء هو هذا اللاعب الايقونه ديال الرجاء، هذا اللاعب مارد الرجاء، فارس الرجاء، عريس الرجاء، كمبيوتر الرجاء، موزع الرجاء، انه بخلاصه لاعب متكامل. 4-0 انتهى كل شيء، انهارت تطوان تماما، وفوز البنزرتي يلقن درسا شرسا لعزيز العامري. هنا المدربون الكبار يكبرون في المقابلات الكبيره، لما تريد انتداب فرق كبيره. انا لا احب المدربين الذين يتحدثون كثيرا، يتحدثون بالخطط، بالتكتيك، بالاداء، بالفعاليه. هو الشيء اللي كينطبق على فوز البنزرتي، هو انطوائي منعزل، خارج تغطيه، لا يريد الاضواء، انما اضواءه الشعلات باقدام اللاعبين، والمصباح هو هذا المارد، هو هذا المايسترو، هو هذا المبدع المتولي. يتتوالى نجاحات الرجاء، هذا مابيدي يمر لي يا جور والطوفان والرجاوي الهادر. انهيار صرح المغرب التطواني، انهار الفريق تماما. وحدها الرجاء تستأثر في المقابله، تمتع في المقابله، تتعبنا في هذه المقابله. الهستيريا تعمد الرجاء، وكل كازابلانكا، كل احياء معك الرجاء تعيش الانتشاء. صحوه الرجاويين عادوا من كوكب بعيد، دوبوا فريق 13 نقطه، قالوا نحن هنا، المونديال لنا، انما الحظوظ لا زالت قائمه حتى اخر دوره. انما اناقش انا هذه المقابله فيما ربما باقي الانصار المغرب التطواني اصبحوا يغادرون الملعب، والاستعسار
اعتادوا الرجاويين، عوده لطريقه لعب جيكو، دقه على طريقه ابناء درب السلطان والمعاقل والرجاء، حيث الفريق يقدم مستويات غير مسبوقه. هذا خالد العسكري يمرر من جديد، تمشي عند كوكو، ايفواري الرجاء، تبادل كروي، اخراج كره من نفاق ضيق، فيستيفال الرجاء، الفريق العالمي يمر كره هذه يصل بعيده، مشات في الانتيريور، الطوفان البشري الهادر، ناصر الدقه 73 4-0 للرجاء، 4-0 للرجاء، درس لن ينساه المدرب عزيز العمري، وباقي مكونات فريق المغرب التطواني. بضع مئات من انصار المغرب التطواني لم يرقم هذا الذي يحدث كنتيجه، ربما غير راضين على نتيجه فريقهم، من حقهم ذلك، انما المؤكد هو ان الرجاء، قلت بان الجوله الثانيه فريق واحد في الملعب هو فريق الرجاء، يعني المدرب الداهيه هو الذي يوزع فقرات المقابله، يقرا الخصم بهدوء، يغير لاعبين كقطعه شطرنج، هو الشيء اللي حصل مع فوزي البنزرتي، اثبت له بانه مدرب كبير، يتمم ما اقدم عليه مدرب كبير اخر محمد فاخر ابن الرجاء، ارتبط مع الرجاء ما يزيد عن 40 30 سنه، ترك الاسس المتينه للرجاء، البنزرتي اكمل ما بداه محمد فاخر، تمويهات جميله ورقصات ولوحات ولمسات، وكاني بلاعبي فريق المغرب التطواني ينتظرون الصافره النهائيه لحكم المقابله. الرجاء تقدم درسا شرسا في هذه المقابله، في هذا النزال، في هذه المتعه الكرويه، في هذا كان اكستيريور، شوف على طالوناج، شوف ترقيص الكره، وكأني بها تتراخص بين اقدام اللاعبين، تقول لهم دعوني انطلق لاتمم هذه الفرجه. مهما حاولت ناصر مقابله تنفلت الكلمات من بين لساني، انما الرجاء تمتع، انما الرجاء تمتع، وظهر ذلك في هذه المقابله، والهستيريا بالتاكيد بعد هذه المقابله في كل مدينه الدار البيضاء، يعني الرجاويون كل معك الرجاء ربما ستعيش ليله بيضاء، ستعيش ليله بيضاء. فصيل نذكر اليوم اذا كان الجرين ايجلز، فصيل جرين ايجلز تتفاضل مقابله جديده، جرين بويز الصبيه الخضر كانوا في الموعد، اتحافون بتيفو عملاق بلوحه كوليغرافيه سيتحدث عن التاريخ. 3-4 المركب رضا محمد الخامس مشتعله في هذا الملعب الاسطوري، في هذا الملعب الذي نستمتع به فيه بمقابله من الطراز الرفيع، ارتقاليه جور، الكره في طريق الابرون، هذا كوكو، رئه الرجاء، لاعب يتنفس برئتين ما شاء الله، يحرث ارضيه الملعب طولا وعرضا. قوه البنزرتي اليوم ما تركش الفرصه الظاهره ديال هنا، القوه ديال المغرب التطواني كان كيلعب على الاطراف ما بين الملحاوي وما بين امراض، اليوم ما صعد حتى واحد منهم لانه حصل الدفاع بشكل صحيح. فرصه 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 فرصه، هذه كره لفريق المغرب التطواني، هذا خروج موفق للحارس، محاولة المرور، هذا صنهاجي، محاولة تسديد، كيف السبيل للمرور، كيف السبيل للمرور، كيف السبيل للمرور، ارتفع المنسوب اللياقه البدنيه ومنسوب اللياقه النفسيه للاعبين الرجاوي، كره للحافظي، حافظي يحافظ على كرته، يمكن يمر المابيلي، عنده حلول كثيره، يعطي لياجور، ياجور يسدد، كانت كره خارجه، انما الحارس ربما اشعه الشمس، ربما اخذ احتياطات اللازمه، ارتأى بان يخرج الكره، صد كرة في جملة. هذا الحارس الشاب الواعد اليوسفي. طوفان الرجاء الهادر المتواصل، والرجاء استأسدت نتيجة وأداء تفصل عن المقابلة ربع ساعة. من الصعب جدا فريق المغرب التطواني العودة في النتيجة، إنما يمكن يقلص الفريق، إنما باش يرجع في النتيجة صعب وصعب جدا حتى على المستوى التكتيكي والنفسي والبدني. يمكن نقول فريق المغرب التطواني انهار تماما أمام العملاق الرجاوي في هذه المقابلة القفل، المقابلة التي تحبس أنفاس ليس فقط البيضاويين والتطوانيين ولكن أنفاس كل المغاربة، تستأثر بالاهتمام حتى على مستوى الصحافة الدولية ومتابعة كبيرة. وخطأ حدث الحارس الكولومبي الشهير هيغيتا الذي خرج في إحدى المواقع الإلكترونية قال بأنه يرشح فريق المغرب التطواني على أرضية الملعب. النتيجة تقول لك كرة للرجاء، كرة جميلة تمشي عند محسن ياجور، محسن ياجور، انما مجهود بدني كبير، مجهود بدني كبير يبذل في هذه المقابله. نقصر من هذه المقابله، نقصر من هذه المقابله. نذكر ان المغرب التطواني اضاع بواحد النقاط في اخر 6 دقائق.
تعادل في 4 المقابلات امام الجيش الملكي والمغرب الفاسي بتطوان، جوج تعادلات في اسيو الجديده وخسر بالرباط امام الفتح. هنا جاب 4 ديال النقاط من اصل 15 نقطه. الفريق اللي يلعب على البطوله ما خصوش يجيب هذا النتيجه ديال 4 نقاط من 15 هي المنعرج الحاسم. وهنا في دور فريق الرجاء 6 انتصارات متتاليه والتيفولي طرفها اليوم. كان الميساج رساله واضحه للاعبين. رفع رقم 18 في فريميجا في المنعرج ديال المكانه، ثاني 6 ديال الانتصارات، ضافوا رقم 3 كاين 3 نقاط مقابلات اليوم. وحيوا بالكامل الجوكر ديال الرجاء وهذا الجمهور العريض الذي يساند بطريقه لا مشروطه الشياطين الخضر اللي واصلوا التحليق عاليا في فضاءات الدوري الوطني لكره القدم. بالمعلم لونتيسيباسيون بشكل رفيع تمشي عند الراقي لي كوكو يميلوا اللاعب استعراضي وهذا بالكعب بالكعب تمشي عند المتولي مايسترو الرجاء يقود سيمفونية الرجاء معزوفة واحدة. كل أوتار تؤدي يعني لهذه السيمفونية الرجاوية فيعني بنفس النهج بنفس التكتيك امتصاص الحماس. اصعب شيء هو الفريق يكون منهزم وتقدم عليه بهذا التمرير بهذا الشكل تتنهار النفسيه ديال اللاعبين. واش اللي حصل المغرب التطواني ربما كينتظروا فقط صفر النهايه وبقي على نهايه المقابله 14 دقيقه ويضيف الحكم واحد بضعه دقائق فشي جعل هذه الجوله الثانيه ما نقولش رتيبه ولكن نشاهد فريق واحد فقط في الملعب. والعامري ذهول العامري متواصل الان وصامت يتابع وبالتاكيد ولا يصدق ما يشاهد وربما انتظر اي شيء الى هذا السيناريو الذي حابك خيوطه جيدا. واحد من المدربين الاكثر تتويجا والاكثر قدره على صنع الفرجه واللقب هو المدرب التونسي فوزي البنزرتي. كره لمابيدي يمر لعادل كاروشي ليمان يمر لكوكو 30 سنه لاعب ايفواري استانس مع اجواء الرجاء. قال الدار البيضاء هذا الكلام لكوكو قال الدار البيضاء جميله والرجاء اجمل. يعني استشعر كانه في وطنه والدليل انه اخذ الجنسيه المغربيه. نفس الشيء بالنسبه للمابيدي ترك مقابله مهمه في دور اقصائي لكاس افريقيا الامم من بين منتخب بلاده افريقيا الوسطى وغينيا بيساو واصر على البقاء مع مجموعه الرجاء. قمه الوفاء مابيدي 23 سنه رئه اخرى داخل القلعه الخضراء. تبادل كروي باللمسه الواحده بالكاب بالاكستيريور بالانتيريور بلا رولونس. يعني الشيء اللي كنبغي نشوف في كره القدم واللي كيقدموا الرجاء الان كيقدم درش كبير جدا في مجال كره القدم. الفرق الكبيره قد تمرض انما لا تموت ابدا. عرض رائع للرجاء يعود بها كاس العالم الاخيره لما ابهر العالم. كوكو يتقدم رئه الرجاء ما شاء الله لاعب برئتين تمشي عند الحافظي الهاشمي. يعني الان لا بوسيسيون بال امتلاك الكره جوج 3 دقائق. هنا كيلعبوا على الجانب النفسي ديال اللاعبين التطوانيين. مابيدي من جديد يغير كليا تمشي عند يعني يمكن تكون خماسيه تسديده ولكن حاليا النقطه المضيئه في المغرب التطواني في هذه المقابله وفي كل هذا الموسم هو الحالي الشاب اليوسفي. يعني سيكون له شأن ان وصل بهذا التوهج وبهذا الاريحيه لانه حارس عنده مواصفات. كره للملحاوي تبادل كروي تمشي عند خضروف. يعني التغييرات بالجمله في هذه المقابله انما غليان وهستيريا في كتقول هذا فريق الرجاء والانصار يترقبون الدقائق الاخيره من هذا النزال. وبالتاكيد من الان مدينه اسافي ستكون مسرحا لقمه مشتعله ما بين الرجاء والقرش المسفيوي. كره للرجاء مشى الحافظي سرع نسبيا حافظي من جديد تلاعب بلاعبين يمر المابيدي وصل يمرر انما ضعيفه يجور مشى متباطئ نسبيا. من الان بدات حركه محمومه داخل الرجاء لاعاده تجديد عقود بعض اللاعبين. الفريق مقبل على عصبه الابطال الافريقيه مقبل الى ساعدته الظروف وفاز باللقب يمشي لكاس العالم. يعني هو في حاجه ماسه لكل اللاعبين وقطاع الغيار مهمه. يمكن يرضي المطالب الماليه من بعض اللاعبين من حقهم يطلبوا بعض الاضافات ولكن المؤكد وان الرجاء في حاجه ماسه لكل اللاعبين لتكون في الموعد في المنظومه القادم. كره رجاويه مشى حافظي من الممر ايمن ابن ابي الجعد يحاول المرور. الحاكم يقول ضربه خطا رجاويه. نذكر يتابع المقابله السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اطار شاب هو الرئيس الجديد للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
الذي جاء رفقه مكتب المسير بمجموعه تصورات امانه كبير بان تعطي اضافه لكره القدم المغربيه، ومن الان تعهد بتصحيح العديد من الاشياء داخل منظومه كره القدم المغربيه. وحسنا فعال لما اعطيت مهمه تعطير كره القدم المغربيه لكل الكوادر المغربيه والاسماء الكبيره. نتمنى لكم التوفيق، ستلقى منا سواء الزكي او فاخر او غيره من المدربين سيلقوا منا كل الدعم لا مشروط لرفع المعنويات والهمام لنكون في الموعد في مستقبل استحقاقات الرياضه القادمه. هذه رساله كذلك اللاعبين في الدوري المغربي كره القدم للاجتهاد والرفع من الوتيره، ولا اعتقد ان الزكي يسقط من ذاكرته اي لاعب مجتهد سيعطي الاضافه. كره للرجاء وحاول التمرير، فرصه لحافظي، حافظي عادل الكروجي ختامها مسك. 5-0. انهيار 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 فريق، انهيار فريق. 5-0. يمكن نقول الان كل انصار المغرب التطواني بدا يغادروا الملعب. 5-0. درس شرس ودرس قاسي ودرس نموذج في كرة القدم قدمه فوزي البنصرتي ولاعب الرجاء في هذه المقابلة. الفرق الكبيرة تكبر في المقابلة الكبيرة، والرجاء كما قلت لما جاء دوب فارق ديال 16 نقطة جاء من كوكب آخر، جاء من كوكب آخر. رحلة مكوكية تقوده لمقابلة تاريخية لأحد قديم في ملعب السيرة بأساليب. 5-0 فوزي البنزرتي. حسناته تحكي، ابتسامته تحكي، هدوءه يحكي. الكبار لا يتغيرون، لا يتغيرون. فيما مسلسل تواضع تطواني المتواصل. قلت منذ بدايه الجوله الثانيه لما تسجل الهدف الثالث انهار الفريق تماما، انهار الفريق تماما. اذا كان ظهير المغرب التطواني الملحاوي والامرابط اغلقت عليه من الممرات في هذه المقابله، عكس ذلك تماما عادل الكروجي والهاشمي فعل العجب العجاب، انفعل وانصهر داخل المنظومه التكتيكيه التي حبك خيوطها باتقان المدرب التونسي فوزي البنصرتي. كره رجاويه، يمكن مثلا يكون المزيد، وكوليبالي المالي لاعب دولي في المنتخب المالي بحث على القائد الاول، غادي يكون الان من اللاعبين اللي غيدخلوا يوصلوا المقابله. كره للرجاء، ضربه خطا لفريق الرجاء البيضاوي. برغم ذلك روح رياضه كبيره ما بين لاعبي الفريقين. احترم المنطق فيما كوليبالي يقول كوليبالي بلد كوشام، اظن بالفعل كوشام، اعتقدت كوليبالي